اهلا بكم في الموسم الثاني من حكاية الاسطورة ويل. تخيل انك عايش في عالم القوة فيه مش اختيار، السحر فيه هو كل حاجة. لو ما عندكش سحر يبقى انت ولا حاجة. لكن وسط هذا العالم في واحد قرر يكسر القاعدة، واحد قرر يحارب بسيفه في عالم كل اللي بيحارب فيه بيحارب بعصايته. ده مش مجرد طالب عادي، ده شخص بيتحدى نظام كامل، بيتحدى القدر نفسه علشان يثبت انه يقدر يوصل للقمة حتى لو العالم كله ضده. وفي الموسم الاول شفنا الصعود، شفنا المعاناة، شفنا البداية، لكن اللي جاي ده مستوى تاني خالص. لو اللي فات كان التدريب يا صديقي فدون موسم التنفيذ. اسرار هتتكشف، اعداء اقوى بكتير هيظهروا. المعركة ما بقتش بس عشان يثبت نفسه، المعركة بقت عشان يغير العالم. السؤال هنا، هل السيف لوحده كفاية ولا في حاجة اكبر بكتير مستخبية؟ استعد لان اللي جاي اسطوري بكل مقياس. وطبعا قبل ما نبدا ما تنساش تصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ويلا بينا نبدا. بنروح بعد كده لغرفة المعلمين في الأكاديمية. بنشوف حالة من الذهول والصدمة مسيطرة على المدرسين وهم بيراجعوا ورقة الامتحانات النهائية، والسبب هو إنه واللي قدر يجيب الدرجات النهائية في كل المواد التحريرية من غير ولا غلطة. المدرس وركر بيكون في قمة السعادة لأن الطالب اللي راهن عليه أخيرا حلمه بيقرب، ممكن يصعد للبرج. والمدرسة إليزا بتأكد على كلامه، ولكن وسط الفرحة دي بيظهر المدرس إدوارد المتعجرف اللي بيكون لسه مش واثق في ويل. بنروح بعد كده لغرفة المذاكرة وبنشوف اللي هو غرقان وسط جبال من الكتب، وهو بيكتب بسرعه رهيبه عشان يلحق يراجع كل حاجه. كولت بتكون قاعده جنبه عينيها مليانه قلق عليه، بتساله لو كان قادر ينام، ويل بيبين انه بخير ومستعد، ويفهمهم ان امتحانه التحرير الاخير بكره وما ينفعش يضيع ولا ثانيه، خصوصا ان امتحانات العملي اتاجلت وبقت متداخله مع الامتحانات النهائيه. بيفهمنا انه ممتن لليانا وباقي فريقه لانهم ساعدوه يجمع درجات العملي، وانه مستحيل يضيع مجهودهم وتعبهم. لكن روستي بيتدخل في الكلام ده وبيعرفوا ان لسه محتاج درجات سحريه، لان كل اللي جمعوا لحد دلوقتي هم 5 درجات بس من دروس المدرس ادوارد، ولسه فاضل 6 درجات من الامتحان الاخير عشان يقدر يصعد للبرج بامان. واللي بيكون عارف حجم المسؤوليه بيأكد انه مش هيتهاون ابدا، لكن من كتر الضغط والتعب يا صديقي روستي بيلاحظ ان شعره واللي بدأ يظهر عليه خصلات بيضاء، وبيبدأ يشد له الشعر الابيض ده. روستي بيستفز كولت بابتسامه خبيثه وبيسالها لو حابه هي اللي تعمل كده، وطبعا كولت بتتكسف وبتنفعل عليه من الاحراج. في نفس الوقت بنروح لمكتب المديره كولدرون اللي بتكون مجتمعه مع يوليوس وشون، وبتبارك لهم على انجازهم الكبير وانهم قدروا يهزموا حارس الطابق نايباروس. وفي وسط جدولهم المزدحم يوليوس كالعادته كمتكبر بيقولوا انه اتورط في الموضوع بالغصب، وانه كده كان هيصعد للبرج حتى لو ما هزمهوش. لكن شون ما بيسكتش، بيرد عليه باستفزاز وبيفهمهم انهم ما كانوش محتاجينه، وان السحر الجليد بتاعه كان بيدوب، ما كانش ليه اي فايده حقيقيه. كلام بيولع بين الاتنين، ويوليوس بيعايره بانه كان مستخبي في ظل ويل اللي اصلا عديم الموهبه، وانه مجرد بتاع استعراضات ناريه مش اكتر. الخناقه بتكبر بينهم وكل واحد بيشتم في التاني لحد ما المديره بتتدخل وبتفهمهم انهم هما الاتنين مش قادرين يبطلوا التفكير في ويل، وانهم في الحقيقه مهتمين بويل اكتر من اي حاجه تانية. بننتقل لممر الاكاديميه وبنشوف ليانا ووجلان وهم بيتاملوا شكل البرج من بعيد. ليانا بتكون مرتاحه لانهم خلصوا كل درجات العملي، وجنال بيأكد ان هزيمتهم لحارس الطابق هتديهم فرصه يتباهوا بقوتهم قدام سحرة البرج. وجنال بيبص لليان وبيلاحظ انها اتغيرت كتير، وبيقول لها انها بقت الطف من الاول وان الزوايا الحاده اللي في شخصيتها بدات تختفي. ليان بتبتسم وبتعترف انها زمان كانت دايما بتبين انها هاديه ومسيطره، لكن في الحقيقه هي كانت اكتر واحده حاسه بالضغط والرعب. بتعترف ان الفضل يرجع كله لويل اللي علمها من خلال مغامرتهم ان الفشل مش عيب، وانه عادة تحاول وتفشل لحد ما تنجح. وجنال كمان بيوافقها الرأي وبيأكد انه اتعلم من ويل ازاي يواجه احساسه بالنقص وضعفه، وازاي يقدر يحول الخوف لسحر حقيقي. والسحر ده يا صديقي هو الشجاعة. ولما الليل بيدخلوا الأكاديمية بتضلم بنشوف كولت وهي رايحة للمكتبة وشايلة صينية أكل علشان تسند بيها ويل في سهرته، لكن لما بتدخل بتتفاجئ ان ويل غلب عليه النوم نايم على الترابيزة من كتر التعب والإرهاق. كولت بتقرب منه بتغطيه بهدوء علشان ما يبردش، بتفضل تبص لملامحه المرهقة بنظرة كلها حنية وحب. وفي اللحظة دي بيظهر روستي
كريستي. البت بتتفزع بتقول له انت ظهرت منين يالا، لكن فجأة ملامحها بتتغير للحزن. بتبص لويل وهو نايم وبتقول بوجع انها خايفة عليه، زعلانة علشانه. بتعبر عن كرهها الشديد لساحرة الماجيا فاندر، وبتقول ان بسبب التعويذة اللي أليس فينا عملتها ويل دايما عايش في دوامة بيجري فيها ورا سراب بيرهق نفسه لدرجة انه مليان جروح وكدمات، في حين ان أليس قاعدة في قمة البرج مرتاحة مستنياه من غير ما تعمل اي مجهود. والموضوع ده بيخلي كوليت تحس بشفقة كبيرة وغضب من الوضع اللي ويل حاطط نفسه فيه. بعد كده بنروح لمكان تاني خالص فوق البرج، وهو تحديدا عند فصيل الجليد. بنشوف الفاريا وهي قاعدة لوحدها، دموعها بتنزل بصمت. بتدخل عليها المساعدة بتاعتها ساريسا وبتسألها بقلق لو في حاجة مزعلاها، لكن الفاريا بتمسح دموعها وبتنكر ان في حاجة. في اللحظة دي بتظهر إلينيور قائدة فصيل الإلف، بتبدأ تستفزها بابتسامة خبيثة. بتقول ان خروجها من اوضتها ده حدث تاريخي ممكن يخلي السما تمطر تلج. بس إلفي بتفكرها كمان انها كسبتها في مسابقة السحر، وبتسألها لو كانت مقهورة من الخسارة. فإلينيور بتتعصب وبترد عليها ان المسابقة دي كانت مقتصرة بس على السحر الجليد، وبتفهمها انها لو كانت تقدر تستخدم انواع تانية من السحر كانت مسحت بها بلاط الارض. وفجأة النقاش ده بيتقطع بظهور زيو قائد فصيل الرعد اللي بيتدخل بكل همجية. بيشتكي من الدوشة بتاعتهم، بيطلب منهم يوسعوا من طريقه. لما بيسألوه عن سبب وجوده بيعرفهم انه وقت الترمينيليا قرب، وفي نهاية السنة لما الحاجز السحري بيختفي بيقول لهم انه لازم يروح يجهز للطقوس المزعجة دي. وبيبتسم بحماس وبيقول مستني يشوف مين الطلاب الجداد اللي هيصعدوا للبرج ومين فيهم تحديدا هيكون لي فايدة حقيقية. واخيرا بيجي يوم الحاسم، يوم الامتحان النهائي والاخير للمادة تاريخ السحر. الطلاب بيدخلوا المدرج وهم في قمة التوتر، والصدمة بتضربهم لما بيلاقوا ان المدرس ادوارد هو اللي هيراقب. ادوارد بيقف قدامهم بنظرة كلها تحدي. بيصدمهم اكتر لما بيبلغهم ان الامتحان ده مش هيكون زي اي امتحان تاني، وانه عبارة عن سؤال واحد واللي هيقدر يجاوب عليه هياخد ال6 درجات كاملين. بيبدأ يوزع الورق والسؤال كان مكتوب فيه ما هو السحر. بيطلب من كل طالب انه يشرح المفهوم ده بناء على تقارب السحر باستخدام مصطلحات معينة زي التواصل والتجلي. الطلاب اللي عندهم قدرات سحرية بيبدأوا يستوعبوا السؤال وبيفهموا ان الاستاذ ادوارد بيطلب منهم يوصفوا الاحساس اللا ارادي اللي بيحسوه لما بيستخدموا السحر. ورغم ان التعبير بالكلمات صعب الا ان السحرة والالف بيقدروا يلاقوا الاجابة ويبدأوا يكتبوها. لكن يا صديقي هنا الكارثة كانت من نصيب بطلنا ويل. هو الشخص ما عندوش اي سحر، ما يعرفش، ما عندوش الشعور اللا ارادي اللي بيتكلموا عنه عشان يستحضره. بيبص للورقة عينيه بتوسع من الرعب لانه السؤال ده ملوش اي اجابة في اي كتاب. بيكتشف ان المعركة النظرية اللي تعب فيها سنين كان ملهاش اي قيمة، لان الاجابة بتعتمد بشكل كلي على الموهبة والاحساس بالسحر، ودي الحاجة الوحيدة اللي هو اصلا محروم منها. واللي بيحس ان الدنيا بتسود في وشه بيقول لنفسه بانهيار ان طالما مش هيقدر يستخدم السحر يبقى مستحيل يعرف الاجابة. بيحس ان دي النهاية وان حلم صعوده للبرج بيتبخر قدام عينيه. لكن في قمة لحظات اليأس بتظهر صورة الفاريا، بتظهر في خياله. بيفتكر وعده لها وانه مستحيل يستسلم بالسهولة دي، واللي بيغمض عينيه بياخد نفس عميق وبيقنع نفسه انه لو مش هيقدر يوصف السحر زي الباقيين فهو هيوصفه بطريقته الخاصة. بيمسك القلم بكل قوة واصرار وبيقول في نفسه ان السحر بالنسبة له مش مجرد طاقة، السحر هو الطموح، هو المعجزة اللي بيمد ايده علشان يمسكها مهما كانت بعيدة. بيكتب ان السحر الحقيقي هو النتيجة اللي بتيجي بعد طريق طويل من التعب والمجهود المتواصل، وانه مؤمن من جواه ان في قوة اعظم واقوى من السحر نفسه ممكن تظهر لو الانسان رفض انه يستسلم. بيبدأ يكتب اجابته الاسطورية على الورق وهو مستعد يواجه مصيره. وبعد ما الامتحان بيخلص وتظهر النتائج بنشوف ووركنر وهو في قمة الغضب والاستياء. بيقول له انت ليه عملت كده؟ ايه السؤال اللي ملوش اي ماهية؟ ايه طبيعة السؤال المستحيلة دي؟ ادوارد بيرد عليه بكل برود ومكر وبيقول له انه مجرد سؤال عن اهم اساسيات السحر، وان حوالي 40% من الطلاب سقطوا عشان ما عرفوش يجاوبوا عليه. الاستاذ ووركنر ما بيسكتش، بيفهموا ان دي المشكلة ان السؤال ده متفصل وموجه لطالب واحد. انت كاستاذ ما ينفعش تعمل حركة زبالة زي دي علشان توقع طالب متعمد. ادوارد عينيه بتلمع بالغضب، بيوجه كلامه لوركنر والمديرة بيسألهم باستفزاز واللي هيعمل ايه في مقبرة العصا؟ هل ناويين تبعتوه كفار تجارب يعني؟ ادوارد بيفهمهم بصراحة ان في عالم السحر السيف مستحيل يتحول لعصاية، وانهم فقدوا عقلهم تماما لو متخيلين ان ده ممكن يحصل. بيأكد ان تحطيم حلم مستحيل من البداية هو اكبر معروف، ما تخلوش الواد يكبر حلمه في الاخر ياخد على عينيه. بنشوف بعدها قائمة الطلاب الساقطين وكالعادة اسمه ويل سيرفورت
بيتصدرها رغم انه جمع 7199 درجة، الا انه بيتم استبعاده رسميا وضياع حلمه. بعد كده بنروح لويل اللي بيكون قاعد لوحده في مكان ضلمة في حالة من الانهيار التام ودموعه مغرقة وشه، مش قادر يوقف بكا. روست بيجيله بيقول له انه صلح نظاراته، لكن ويل ما بيكونش شايف قدامه من الحزن. بيقول له روست بوجع ان ادواردو كان قاسي جدا، ان السؤال زي ده مفيش اي امل لواحد زيه انه يجاوب عليه. واللي بيبدا يصرخ من اليأس بيعتذر لإلفاريا انه ما قدرش يوفي بوعده وانه خذلها في النهاية. روست بيبص له بشفقة وبيحاول يواسيه، بيفهمه انه عارف انه ويل في حالته دي مش هيستوعب اي كلام علشان الصدمة كانت كبيرة، بس بيأكد له بكل هدوء انه هيفضل دايما موجود جنبه، مش هيسيبه مهما حصل. في مكان تاني بنشوف ليانا ووجنال وهم بيدوروا على ويل، بس ما بيلاقوش ليه اي اثر. ليانا بتستنتج بحزن ان غالبا ساب الاكاديمية كلها ومشي. في اللحظة دي بيظهر يوليوس كعادته، بيبدا يرمي سمومه وبيقول باستفزاز ان ده شيء طبيعي، وان الطالب الفاشل اللي ما يوصلش للبرج دايما بيهرب وهو مكسور القلب يعني عليه وبيختفي. وجنال بغضب من كلامه بيحذره انه ما يهنش صديق الالف ويتكلم عليه باحترام. النقاش بيسخن اكتر لما شيون بيتدخل بملامحه كلها غضب. بيعترف بصراحه انه دايما كان بيعتبر ويل عدو اللدود، وانه كان مستني اللحظه اللي يهزمه فيها ويكسره هو بنفسه، بس الفرصه دي ضاعت خلاص. وده اللي مخليه بصراحه مش طايق نفسه. وركنر بيوصل في وسط الكلام ده وبيطمنهم ان هو اللي هيدور على ويل بنفسه. بيطلب منهم يرجعوا يتبسطوا بوقتهم، لان الليله دي هي الليله الاخيره في السنه، ليله مهرجان الترميناليا اللي الكل بيستناه. وبالفعل الاجواء بتتغير تماما وبنشوف المدينه كلها متزينه وبتحتفل. كلير سريه ساحره البرج والمذيعه بتاعت المهرجان بتظهر وبتبدا تبث الاجواء لكل الناس في جميع الانحاء. في الاول بتشتكي بشكل كوميدي انها عندها 26 سنه وسنجل وهي لسه بتشتغل في ليله راس السنه، وبتبص للعائلات اللي بتحتفل بحسره بتتمنى تعيش زيهم في يوم من الايام. وبتوجه كلامها لوركنر وادوارد من خلال البث، بتفكرهم بايام ما كانوا طلاب مع بعض ماشيين دايما سوا. بس بسرعه بتسترد احترافيتها وبتبدا تشرح للناس الحدث الاهم في الليله دي، وهو اعاده بناء الحاجز العظيم اللي بيحمي السماء. كيل بتبدا تحكي القصه المرعبه وبتعرف الناس زمان ان العالم زمان كان غرقان في الظلام، وان اعداء السماء دمروا الارض وقتلوا اعداد مهوله من البشر، لحد ما ظهرت المؤسسه مرسيدس ومعها 5 سحرة عظماء وقدروا يختموا السماء واجبروا الاعداء دول على التراجع. الحاجز ده بيستمر لمده سنه ولازم يتجدد كل ليله راس سنه علشان الاساطير المرعبه دي ما ترجعش لواقعهم تاني وتدمر كل حاجه بنوها. في نفس الوقت المراقبين في قمه البرج بياكدوا ان الاجواء كلها امنه ومفيش اي اشارات للاعداء او التهديدات في الجو، وكل الاستعدادات لطقوس التجديد اكتملت بنجاح. وهنا بيوصل سحرة الماجيا فاندر ال5 وسط هتاف وفرحة أسطورية من الجماهير اللي بتبص لهم وكأنهم الأمل الوحيد. والسحرة ال5 بيرفعوا عصاياتهم وكل واحد فيهم بيطلق عناصر السحر الأقوى بتاعته: النار، المياه، البرق، الرياح، الأرض. وبأمر واحد بيطلقوا التعويذة العظمى اللي بتخترق السماء علشان تبني الحاجز. بيبدأ العد التنازلي بصوت عالي جدا: 5 4 3 2 1. السماء بتنور احتفالات بالسنة الجديدة، الكل بيبارك لبعضه بفرحة انهم عدوا سنة تانية في امان. لكن وسط الاحتفالات والابتسامات دي بتحصل الصدمة اللي بتقلب الموازين كلها. دوائر سحرية غريبة ومرعبة بتبدأ تظهر في السماء، الناس بتبص لفوق في حالة من الرعب والذهول مش فاهمين ايه اللي بيحصل. فجأة بيخرج من الدوائر دي وحوش ضخمة وقوية بتبدأ تدمر في المدينة. والكارثة يا صديقي ان سحرة الماجيا فاندر بعد ما استخدموا التعويذة استنفذوا كل طاقتهم السحرية، بقوا خارج الخدمة تماما ومش قادرين يتدخلوا ويدافعوا عن حد. وفي اللحظة المرعبة دي ومن وسط الظلام الدامس بنشوف 2 بيراقبوهم، واحد بدون راس وبيتكلم بالكتابة وبنسمع صوته الغامض وهو بيقول ببرود قاتل: لقد بدأت حفلة الرعب. واللي بينصدم هو صاحبه من كمية الدوائر السحرية. بنشوف حرفيا غزو، كل الوحوش بتهجم في البشر اللي كانوا من شوية سعداء. حراس البرج بيحاولوا يحموهم، بيوجهوا الناس. واحد فيهم بيكون مستغرب ايه اللي خلى الوحوش اللي في اعماق الديماس تظهر في السطح دلوقتي. ساعتها البنت اللي اسمها كلير بتظهر بتقول لروجي: انا هستخدم بعض الحواجز. ساعتها روجي ده بيدي الاوامر للحراس: استعدوا للهجوم المضاد. ودي بتستعمل سحر الفقاقيع وبيخرج من جواها مقاتلين مدرعين بيشتبكوا مع الوحوش. وفجأة بيظهر وحش تاني. روجي بيقول للحراس: استعدوا ولازم نهجم هجمة واحدة نخلص عليهم. وفعلا كلهم بيستعملوا سحر النار وبيكون انفجار عملاق. الكل كان منبهر منهم، لقد قمعوا هذا الهجوم المباغت بلمح البصر
بيتكسر. طبعا روجي بيتكلم بكل ثقة، بيظهر واحد فيهم ما اتدمرش فبيهجم عليه بسحر النار وبيقول كده لقد تمت المهمة بنجاح. ولكن الوحش ما حصلوش اي حاجة، في لمح البصر بيهجم عليه بيخلص عليه، كلهم مصدومين. كلير بيقول السحر ما بينفعش معاه، هو بيبتلع حرفيا السحر. وكلير بيكون مصدومة من السيف اللي معاه. وساعتها في أكاديمية ريغاردن السحرية بيوصل الخبر بغزو الوحوش للمكان، والمديرة بتشك في شخص معين، بتقول ان الشخص ده منظم جدا انه يفكر يهجم تزامنا مع اختتام ترميناليا. ايه اللي يخليهم يعملوا حاجة زي كده؟ ساعتها واحد من الجنود بيجي لها وبيقول لها لازم نودي واحد من الجنود لهناك، لكنها بتصرفه وبتقول له مش هيحصل، ما ينفعش. وبتقول كما توقعت القطيع في العاصمة هو مجرد صرف انتباه لحاجة اكبر، حاجة اهم، وبتدي الاوامر بالدفاع عن البرج. بنروح بقى للماجيا فاندر اللي بيقولوا احنا الهدف الحقيقي للعدو. واحدة من اللي واقفين بتشرح لهم ان بسبب استنزاف سحر إلفاريا بشكل كبير زي اللي حصل معاكم. الانيور بتقول عشان كده اليوم الوحيد اللي بيضعف فيه كل قوى الماجيا فاندر هو يوم ترميناليا. الشخص اللي اسمه لونغيل بيقول لازم ان الماجيا فاندر ينزلوا يساعدوا البشر والا سيتم التضحية بكل المدنيين. وهنا شخص مرعب بيقول له اخرس يا لغويل، ولا عايزني اقطع لك لسانك زي ما فقعت لك عيونك يا غبي، اخرس طالما ما طلبش منك اي حاجة. واحد من الماجيا فاندر بيقول له طب المفروض نعمل ايه بقى يا عم العجوز؟ نبص من بعيد ونتفرج، نقعد نتفرج ونشوف الناس وهي بتموت؟ بيقول له بالظبط كده، انا بمنع الماجيا فاندر كلهم من مغادرة هذا المكان. وهنا بيتدخل قائد تاني وبيفهم الكل الحقيقة المرة، وفي مكان عالي جدا بيكشف المدينة كلها. بنشوف العقل المدبر ورا الكارثة دي كلها، بنشوف الشخصية الغامضة اللي راسها عبارة عن هالة من الدخان الاسود الكثيف، مفيش ليه ملامح واضحة، لابس ميدالية ضخمة على صدره على شكل عين بتشع شر. الشخص ده اللي اسمه برمار واقف مع شريكته بيراقبوا المجزرة اللي بتحصل تحت بابتسامة شيطانية واستمتاع مريض. شريكه بيقول له انهم راميين الطعم قدام عيون الماجيا فاندر، وانه لو كان عندهم ذرة شجاعة كانوا نزلوا، كان زمانهم قاضيين عليهم وهم في اضعاف حالتهم. برمار بيرد عليه ببرود تام وبيقول له انه واضح ان قادة السحر العظماء مرعوبين ومستحيل يخرجوا من جحرهم، وان طالما هم جبناء بالشكل ده يبقى احسن حاجة يعملوها دلوقتي هي انهم يقعدوا يسترخوا ويستمتعوا بالمنظر الخلاب للمدينة وهي بتتحرق وبتغرق في الدم. وفي نفس اللحظة بنروح لمكان تاني خالص، بنروح لبطلنا ويل اللي بينقذ اطفال، بيقطع الوحش وحتى الاشرار بيتصدموا من وجوده. لقد وصل الاسطورة. بعد كده بنشوف بطلنا ويل سيرفورتو بيمر بلحظة قهر وانكسار حقيقية. بيقول لماذا هذا العالم قاسي؟ ليه انا بدون سحر؟ مالها السيوف؟ بيقول له نفس الافكار دي جاتني كتير، الحقيقة ان انا اكيد بكرههم. وفي نفس ذات الوقت اللي بيفكر في الكلام ده هو نازل تشريع في الوحوش، وبيقول مع اني بكرههم لكن عمري ما تمنيت ان حاجه زي دي تحصل للعالم اللي انا عايش فيه. بيمسك سيفه بايدين الاتنين، بيكون مرعوب ولكن بيثبت نفسه، بيقول امشي يلا، كل ما هتخاف اكتر كل ما الناس هتموت اكتر واكتر. بيقطع الوحش الاول، صاحبه بيقول له يا ويل استهدف حامل الاسلحه، وفجاه بيظهر وحش بيهجم على ويل بكل قوه ولكن ويل بيفرتكه. على الجبهه الثانيه بنشوف ليان إيريس وهي بتقاتل بشراسه وبطريقتها النادره. إيريس على عكس اغلب الصحراء اللي بيضربوا من بعيد بتستخدم سحر القتال المباشر والالتحام القريب، بتندفع وسط الوحوش بكل شجاعه وهي في قلب المعركه. عينها بتلمح ويل وهو بيتحرك زي البرق، وساعتها بيوصل لها امر من الماجيا فاندر، مسموح لكم تستخدموا قوه الاقزام. وفعلا الاقزام بيكونوا متحمسين جدا وبنروح لابو شعر اسود ده اللي بيقول للصحراء سيبوا الوحوش المسلحه للاقزام واي وحش تاني خلصوا عليه. بنرجع للخطوط الاماميه وهناك بتشوف المعلم ادواردو بيقاتل بكل قوه، بيطلب من الطلاب انهم يقاتلوا هم كمان وانه معتمد عليهم. وبنشوف ليانا بتستخدم اقوى اوراقها، بتطلق تعاويذ سريه زي ليزورد وتلحقها بتعويذه اوين سيك. والجدير بالذكر ان التعاويذ اللي بتحمل اسم سيك دي مش تعاويذ عاديه، دي تقنيات سريه مميته بتورثها العائلات النبيله الكبرى بس. وساعتها كليب بتقرب عليها، البنت بتقول لها اسمعي اللي انا هقوله لك ونفذيه بالحرف، والبنت بتصدم. وبنروح للساحر ابو شعر اخضر اللي بيهجم عليهم بكل قوته. وساعتها ابو شعر احمر بيقول لهم استعدوا هنهجم كلنا هجوم مدوي، لو هو بيمتص السحر فاكيد مش هيقدر يمتص سحرنا كلنا. وفعلا بيهجموا عليه المزيد ما توقفوش، وفعلا بيثبتوا الوحوش. بيقولوا لكوليت وكوليت بتشيل واحد من التماثيل وبترميه
بيرميها على الوحوش بتدمدمهم. من الضربة دي الكل بيفهم السر الحاسم. أسلحة الوحوش المضادة للسحر بتقدر تلغي الطاقة السحرية، لكنها مستحيل تقدر تلغي الأجسام المادية البحتة زي الصخور والتراب الطبيعي. وبرضه طبعا يا صديقي زي السيف، كلها حاجات زي الأسلحة دي بتعجز قدامها، وبناء على الاكتشاف العبقري بتصدر الأوامر فورا لكل سحرة الأرض في الساحة بأنهم يوقفوا أي تعويذ الطاقة. كلير بتصرخ فيهم وتقول لهم اتجمعوا عند اليابسة وشكلوا مقاومة، الأقزام هيوصلوا حالا. ودلوقتي الحراس في عقل بالهم بيقولوا من المغيث دي حاجة مزعجة جدا ان احنا نعتمد على مساعدة الأقزام، لكن الغاية تبرر الوسيلة. وبالفعل الأقزام بينطلقوا وبنشوف الاتنين الأشرار، وبشكل غريب ده بيقول هذه هي ريغاردن المعهودة، عدل النهوض من جديد. وبيبدأوا يحللوا الموضوع، هل هم فعلا اكتشفوا القوة بتاعتنا؟ هل عرفوا وبيوصلوا ان دي مجرد استجابة للي عرفوا عن سلاحهم؟ وطبعا المتغير واللي هو ويلسر فورتو، واضح انهم ناويين على نية سودة لبطلنا ويل. وفجأة بوابة مرعبة بتتفتح جنب بطلنا ويل، بيخرج منها وحش بيصدمه. الواد لسه هيستوعب بومب، خد يا ابني، بياخد بنية طيرته والواد شكله اغمى عليه. على الناحية التانية بنشوف واحد بيتم تثبيته من الطفل ده. الواد بعد ما طعنه بيثبته، بيقول له هتعترف لي بكل حاجة يا حيلتها، عشان الراجل يقول له احنا عملنا اللي علينا، دورنا كان استدراجك يا حلو لهنا. وقبل ما يكمل كلامه كان الواد مخلص عليه. بنرجع تاني الويل اللي بالعافية قادر يتحرك، لسه هينزل لقى الوحش بيهجم عليه بكل قوته، حرفيا كسر المبنى اللي قدامه وطير الواد لبعيد. واللي بسرعة بديهته بيرشق السيف في الحيطة عشان يعرف ينزل. بيسأل نفسه سؤال واحد، إلى أي مدى قوة هذا الوحش؟ هل يعقل بأنه أقوى حتى من ديوك العظيم؟ ساعتها كلير بتكون شايفة كل ده من فوق، بتعرف ان دون الديفندر، وحش ذو رتبة عالية في الدايماس 40. الوحش ده من قوته قدر يقتل حتى أجيال سابقة من الماجيا فاندر. وساعتها بنعرف ان دول عشان يجيبوه هنا حرفيا اضطروا يقتلوا 50 من رجالتهم. الوحش بيهجم على ويل اللي بالعافية بيتصدى للضربة. الواد بينه وبين نفسه بيقول حتى لو روقت الضربة برضه بتنطر كأن حتة ورقة، كل اللي اقدر اعمله هو الهرب، ولكن تهرب فين؟ الوحش بيدي الواحدة بيرشقه في الحيطة وبيجري علشان يخلص على 2 من زمايله. الاتنين مرعوبين، لكن تقتل مين والموجود يلا. بيتصدى للضربة بكل ما عنده، بيقول لهم ابعدوا اهربوا من هنا، الحال بتهرب ولكن مفيش وقت هروح امك. الوحش حرفيا بيديله بالرجل بيطيره للسما وبيختفي عشان يظهر وراه. بيمسكوا من هدومه وبيرزعوا في الارض، وبالسيف بيكون عايز ينزل يخلص عليه، ولكن هنا واحد من الاقزام بيوصل بيقول له انت بخير؟ ودون السيد دوندان بيكون وصل مع الاقزام، بيقول له ما تتحركش يا ابني، سيب المهمه دي على اعمامك الكبار، هنفشخوا احنا. صديقة كوليب بتدي الاوامر، جهزوا نفسكم، خلصوا على اللي معاكم عشان تيجوا تساعدوا الاقزام. وبشكل غريب الاشرار بيقولوا كلمه واحده بس، كل شيء يسير كما هو مخطط له. وفجاه في ظل بيظهر من الوحوش وبيتجمع جوه الديفندر، وكل اثار الوحوش بتتجمع كل قوتهم داخل الوحش. وبعدها بنعرف ان عند الوحش الديفندر قدره غير مألوفه، بيقدر يجمع الاثار من الوحوش الاخرى، وده معناه انه بيلتهمهم حرفيا عشان يزيد قوته. كلهم بيهجموا عليه في نفس اللحظه، ولكن مره واحده سكينه بتفصلهم عنه. ابو شعر اصفر بيثبته ويقول لهم رايحين فين يا حالتها منك ليه؟ اللي هيتحرك من هنا عشان راحوا. وبينزل عليهم ضرب وسط ابتلاع الوحش لقوتهم، والوحش خلاص بلعها، شكله بيتغير، بيبقى مرعب اكتر ما كان مرعب، جسمه كله بيتملي اشواك وبيضربها على الكل. وابن المجنون ده بيضحك زي المجنون وبيقول مفيش احلى ولا اجمل ولا امتع من ان اشوفكم بالمنظر ده، ولا سحر السحرة ولا قوة الاقزام، مفيش حاجة هتقف قدام الوحش بتاعي. واللي بيقول لنفسه الوحش ده قوي جدا، ولا السحرة ولا الاقزام قدامهم فرصة قدامه، لو كنت ناوي اوقفه فالقوة دي هي الوحيدة اللي هتساعدني. وفعلا ساعتها صديقه بيجيله بيقول له واللي سيفك، واللي بياخد وضعية القتال، وصاحبه لسه هيساعده بالسحر لكن مش في وجود يا روح امك. بوم، بايديه بتتقطع، واللي بيشوف صاحبه في الارض شايف روستي وهو بينزف دم، بيجري زي المجنون، بيصرخ فالوحش بيصرخ وبيعلي صوته اكتر منه، بيحاول يهجم عليه ولكن ده بيتفادى الضربه، بيخش في اشتباك مع الوحش. الواد اتجنن خلاص، بيحاول يضربه ولكن برضه مش قادر. الوحش بيحاول يضربه ولكن بطلنا بيناوره، ولكن ده بيديله بالرجل بينطره فوق السقف وبينط عشان يوصل له، بيهجم عليه بشكل مجنون. وساعتها روسكي بيكلم القطه بتاعته بيقول لها اهربي،
انا هحمي سيدك ما تقلقيش. واللي في وسط القتال بيقول مهما كنت غاضب مهما احاول ادوس على نفسي مفيش فايده. الوحش ده من مستوى تاني خالص، لا ذكائي ولا مهاراتي ولا خططي ولا اي حاجه. في موقف زي ده كل قوتي لا قيمه لها، انا مجرد بائس بلا قيمه. وفي نفس ذات الوقت الوحش بيهجم عليه بينطره في الحيطه، بيأكد فعلا ده انا بالفعل ماليش اي قيمه. وساعتها بينقض عليه الوحش، وشكلها هي دي النهايه، او على الاقل ده اللي كان فاكره، لان روسكي ضحى بحياته لانقاذه. الواد اتفرتك حرفيا، وكل ده تحت انظار ويل. الواد بيصرخ زي المجنون مش عارف يتحسر على ايه، وجع الضعف ام الم الفقدان. بعد كده اسوأ وابشع اللحظات اللي ممكن تمر على بطلنا، بنشوف ويلسرفورد غرقان في دوامه من الانهيار النفسي واليأس التام بعد المشهد المفجع لتضحية اعز اصدقائه. الصدمه كانت اكبر من ان عقل ويل يقدر يستوعبها، لدرجه ان بنشوفه بيهلوس عينيه مفتوحه على اخرها، الدموع بتغرق وشه. في اللحظه دي بيكون المعلم وينكرر جاي من بعيد ومش مصدق اللي حصل، واللي بيحس ان السبب الحقيقي في فشله في حمايه إلف زمان وروستي دلوقتي هو كونه شخص فاشل عديم الموهبه. بيحس ان وسط كل المقاتلين دول هو الوحيد العاجز والضعيف، واللي وجوده ملوش اي قيمه. في نفس الوقت اللي ساحه المعركه بتشهد فيه انهيار البطل النفسي، والموت بيحصد الارواح بيروح لاعلى مكان في الاكاديميه، وتحديدا في قاعه البرج المغلقه اللي بتجمع قاده السحر الاقوياء الماجيا فاندر. الاجواء هناك مش اقل توتر من ساحه المعركه، بس التوتر هنا عباره عن بركان من الغضب على وشك الانفجار. بنشوف اللورد زيو واحد من اقوى القاده بيضرب الترابيزه اللي قدامه بغضب. زيو مش قادر يتحمل فكره انهم قاعدين متكتفين وبيتفرجوا على الناس والطلاب وهم بيدفعوا تحت في المدينه. بيستنكر الموقف ده بشده، بيوجه كلامه لباقي القاده، بيسالهم بغضب عن فايده وجدوه الالقاب اللي عندهم وقوتهم الجباره لو كانت في النهايه هتخليهم يتصرفوا كجبناء ويقعدوا يتفرجوا على دمار مدينتهم. لكن اللورد ارون ومعاه باقي القادة اللي بيحكمهم العقل والمنطق القاسي يا صديقي بيتدخلوا علشان يهدوا زيه، بيفهموا للمرة الألف الحقيقة المرة اللي مش متقيدين بيها. بيفكروا ان بقاء الماجيا فاندر احياء هو الضمان الوحيد لبقاء الحاجز، وان لو اي حد فيهم تدخل قبل ما طاقتهم السحرية تتجدد بالكامل وسقط في المعركة الحاجز ده هينهار. ولما ده يحصل الكيانات المرعبة اللي متسمية بالمضيف السماوي هتنزل من السماء، وساعتها مش بس المدينة هتتدمر، ده العالم هيتحرق ويتحول لكومة رماد. لكن زيه بيرفض المنطق ده تماما، بيرفض حتى اللقب بتاعه لو كان ده هو الثمن. بيحاول يندفع ويخرج من القاعة بالقوة عشان ينزل لساحة القتال، لكن باقي القادة بيتدخلوا وبيمنعوا بالقوة الجبرية عشان يمنعوا كارثة عالمية. وفي اللحظة المشحونة دي اللي الأعصاب فيها مشدودة لآخرها بتتدخل الليدي إلفاريا. الجو فجأة بيبرد بشكل مرعب ودرجة الحرارة بتنزل لتحت الصفر. الفاريا اللي دايما بتبان هاديه بتفقد اعصابها وبتعلن تمردها على اقدس قوانين البرج، بتطلب بشكل قاطع الغاء الاوامر اللي بتلزمها بالبقاء في البرج. ولما القاده بيرفضوا وبيأمروها بالتراجع الفاريا بتنفجر، بتطلق سحر جليدي ومرعب ومدمر بيخرج عن السيطره، بيحطم الترابيزه الضخمه وكل حاجه حواليها في القاعه. الفاريا بتعلنها صراحه انها هتنزل علشان تساعد وتنقذ الاشخاص اللي بتهتم لامرهم، وتحديدا عينها وقلبها على ويل. وبنبرة مرعبة وفخمة بتتوعد وبتقول هسقط أي حد يحاول يوقفني مهما كان هو مين. نرجع تاني لساحة المعركة في الخارج واللي الوضع فيها بيزداد كارثية. الخطوط الأمامية للدفاعات الأكاديمية بتنهار تماما قدام جبروت وحش الديفندر. بنشوف المعلم ووركنر وهو واخد ويل وراها على التنين، ويل بيكون عمال يلوم نفسه على موت روستي. وفي وسط الغراب ده بيظهر الشرير مارز بيقف يراقب المعركة من بعيد، عينيه بتلقط ويل اللي قاعد منهار. مارز بذكائه وخبث بيستنتج ان الواد اللي كان ماسك السيف هو ده، رغم انهياره دلوقتي لانه بيشكل عقبة مزعجة جدا وممكن يقلب الموازين لو فاق. فبيتوعد وبياخد قراره وبيقف قدام ويل ووركنر بيقول لهم انه هيقضي عليهم مرة واحدة عشان يخلص منهم. وفي مكان تاني مش بعيد بنشوف كوليت بتجري بكل سرعتها لحد ما بتلحق كيكي الكائن السحري الصغير والمألوف بتاع روتسي. كوليت بتبص لكيكي بخوف، ولما بتدقق في الدماء اللي مغرقة جسمه بتدرك بحدسها ان الدم ده مش دم ويل، وده بيديها بصيص امل ان ويل لسه عايش. فورا بتؤمر القط السحر انه يستخدم حواسه يتتبع ريحة ويل عشان ياخدها ليه بسرعة قبل فوات الاوان. الكارثة الحقيقية بقى
بقى لما السحرة في الخطوط الخلفية ومن ضمنهم حريفة الحفل والساحرة النخبة كليري بيلاحظوا تحرك مرعب لوحش الديفندر. الوحش ده بيغير مساره وبيتجه ناحية وسط المدينة ومبنى البرج العظيم. السحرة بيدركوا ان دي النهاية الحتمية لان الوحش ده تاريخه معروف بانه قادر على قتل الماجيا فندر، ووصوله للبرج وهم في حالتهم الضعيفة دي معناه سقوط العالم. وفي ظل العجز التام والاجراءات اليائسة المعلم ادوارد بيصدر اوامر قاسية لفرقة الاقزام، بيطلب منهم ينفذوا هجوم ممتحن ومميت عشان يقدروا يدمروا اداة قاتل السحرة الخاصة بالوحش باي ثمن عشان يفتحوا ثغرة للسحرة يضربوه. القائد الشجاع للاقزام دونو بيرفض التضحية بالاقزام، لكن لما هو بيتهاجم ادوارد بيعرض نفسه للموت علشان دونو بيعرف انه لازم هو كمان يضحي ويوافق على المهمة المستحيلة من غير تردد. بنشوف البت كولت وهي بتحاول تهزم الوحش ولكن تعويذتها مش بتتفعل. ساعتها شيون بيحاول يحميها بيهجم بكل قوته ولكن بدون اي فائدة تذكر. وبنشوف كل التلاميذ وكل الاشخاص مستخبيين من الوحوش اللي عموا فساد في المدينة. الطلاب والجنوب بيحاولوا يهربوا المدنيين من المدينة ولكن الوحوش حرفيا قوية جدا. بنشوف البت روز وهي منهارة بتسأل على صديقتها وبتقول يبدو ان الاوقات قد فات. الجنوب بيتم تهريبهم. بنشوف 2 من الطلاب على وشك الموت ولكن بتظهر المعلمة ام شعر احمر وبتنقذهم. الاستاذة اليزا بتقول لهم اهربوا باقصى سرعة، والمديرة على سطح المدرسة بتراقب كل الحاجات دي مش عارفة تعمل ايه. بتسأل نفسها هل بالفعل احنا مش قادرين نردع العدو؟ حتى البت ارس مش عارفة تعمل ايه، بتقول لازم حد يساعدنا والا كلنا هنموت، ما عندناش القوة الكافية للقتال. ببقاء القليل من الاقزام افضل ما يمكننا فعله هو الموت. المشهد بينتقل اخيرا من وسط كل الخراب ده للمراقب الغامض فين بيظهر وهو واقف بثبات وسط حطام المدينة. الدخان اللي بيغطي المكان وبيسحب سيفه من غمضه ببطء، وبدل ما يسأل عن الخسائر او عن السحرة بيسأل سؤال غامض. بيقول بنبرة هادية فين السيف دلوقتي؟ بنروح بعد كده يا صديقي الاوتاكو لوسط حطام ودمار ملوش اخر. احنا بنشوف بطلنا ويل بيفتح عينيه بصعوبة ودانه بتصفر، جسمه كله متكسر بعد تحطم مجهول حصل له، واللي بيحاول يستوعب هو فين واللي بيحصل بيسند على ايده وبيقوم يجرجر نفسه لحد ما عينه بتنزل على المنظر اللي بيخلي دمه يقف. قدامه الاستاذ ووركنر، الاستاذ اللي بيقول له اياك تستسلم. بيقرب عليه ولكن واللي بيقول له انا خلاص انا مش قادر اعمل اي حاجة، انا ضعيف، صديقي مات وانت هتموت وكلكم بتدافعوا عني، انا حشرة بلا اي قيمة. ازاي شخص زيه مجرد سياف عديم الموهبة ازاي يقدر ينقذ حد، ازاي يقدر يغير العالم؟ الواد حرفيا حاسس بعجز وضعف شديد. المعلم بيفجر قنبلة من العيار الثقيل، مفاجأة صاعقة بتقلب كل الموازين وكل اللي ويل عاش مؤمن بيه. المعلم بيبص في عينه وبيقول له يا ويل انت بتقدر تستخدم السحر، وقبل ما يكمل كلامه بيغمى عليه واللي بيتجنن بيصدم ازاي سحر، هو بيقول ايه مش قادر يترجم الجملة دي. ولكن مرة واحدة بيظهر المرشد الاسطوري. فين يا جماعة؟ فين؟ بيطمنوا بسرعة على الاستاذ ووركنر وبيفهموا انه هيكون بخير، واللي باستغراب وعدم تصديق بيسألوا عن السحر اللي اتكلم عنه. هنا فين بيبدأ يشرح له الحقيقة اللي كانت مدفونة، بيفهمه ان السحر بالنسبة له اللي مش زي باقي الناس مش معناه انه بيتحكم في النار او الرياح. السحر بتاع ويل هو نوع نادر وعميق جدا اسمه الايحاء الذاتي. سحر مش بينبع من المانع لكنه بينبع من اعمق مكان ممكن تتولد فيه القوة، قوة الارادة والمشاعر. فين بيوصف له التعويذة دي بانها مش مجرد كلمات، دي صرخة حرب، صرخة طالعة من روح قادرة انها تجبر الواقع انه يتغير. انها لا قادرة يا ويل لتحول الاكاذيب والمستحيل لحقيقة ملموسة. فين بيفكروا بحقيقته، بيفكروا انه طول عمره كان مجرد سيف بيكافح عشان يوصل لمكانة العصا السحرية. بيقولوا الوقت ده خلاص انتهى، والقفل اللي كان مكتف قوتك اتكسر خلاص، ما بقاش فاضل غير انه يصدق نفسه. فين بيبعد بخطوة بيدي ولا امر مباشر. اسمع يلا انا عايزك تفرتك كل الوحوش اللي في المنطقة، كل الوحوش اللي في المدينة بالكامل. واللي بيمسك مخبط سيفه بكل قوته بياخد نفس عميق وبيسحب بيه كل الخوف واليأس اللي كان مكتفه. بيصرخ بأعلى قوة وصوت عنده، بيصرخ باسم تعويذته الوحيدة، تعويذة الشجاعة، عشان شعر الواد يبيض ويطول والقوة تنطلق وتندفع في كل مكان. الواد اي وحش بيشوفه بيفشخه، الكل مش فاهم اللي بيحصل والواد شايفهم كطشاش كمجرد رؤى بيدمرهم في لحظة، عشان يوصل في النهاية لعند شيون اللي بيصرخ والوحش بيهجم عليه ومش قادر يعمل حاجة. بيقول هو مش احسن مني. في عز اللقطة
اللحظات دي ما كانش بيستسلم. انا بغير من ويل مع انه ضعيف وجبان، وعشان كده لو هموت فهموت وانا ببذل قصارى جهدي. في اللحظه دي واللي بيكون سامعه بيقولها له، بيقول له يا شيون انا اللي بغير منك، انت فعلا الاقوى، انا مجرد نكره قدامك، انا مجرد شخص بيسعى لشيء انت بتمتلكه. والاتنين في لحظه صادمه وايقونيه في مشهد اسطوري حرفيا بيقفوا قدام الوحش وبيوجهوا له ضربه قاتله، ضربه اسطوريه لنشهد اتحاد ألد الاعداء. فيا ترى ايه اللي هيحصل؟ وهل ده السحر حقيقي لويل ولا مجرد تعويذه من احد الماجيا فاندر؟ وهل بكده هيتم الاعتراف بويل ولا لا؟ واخيرا يا صديقي، هل تتوقع ان في خازوق محدش خد باله منه؟ بنروح بعد كده لقلب الجحيم المشتعل على الارض، وتحديدا منطقة سنترال فلوس في وسط المدينة، المكان اللي بيعتبر القلب النابض لعالم السحر. بنشوف وحش الديفندر المرعب، الكابوس اللي خرج من الطابق ال40، وهو بينجح بكل وحشية وجبروت انه يخترق كل الخطوط الدفاعية اللي السحرة حاولوا يبنوها، وبيوصل لقلب الأكاديمية نفسها. الدمار في كل حتة واليأس بيسيطر على الوجوه، لكن في وسط كل ده بنشوف المديرة كاليدرون واقفة زي الجبل اللي مش بيهزوا ريح. المديرة بترفض تمام فكرة الاستسلام وبتجمع كل ذرة طاقة فاضلة في جسمها، بتبدأ تخلق تعويذة مائية هائلة ومعقدة اسمها كريدوس أكوالوم. الهواء حواليها بيغلي والمية بتتجمع بشكل مرعب عشان تتشكل فيه هجوم كاسح وماحق. لكن الصدمة اللي بتشل التفكير الكل بتحصل لما وحش الديفندر بيستقبل الهجوم المائي المدمر ده ولا كأنه حاجة حصلت. وهنا بيحصل شيء بيقلب كل الموازين. لا، بيظهر بطلنا ويل سيرفورت، بس المرة دي مش واللي العادي للأكاديمية متعود عليه. بنشوف واللي بهيئته السحرية الجديدة والمرعبة اللي بتخطف الأنفاس. شعره اللي كنا متعودين عليه تحول للون الأبيض الساطع، واللي ما بيضيعش ولا ثانية، بيندفع بكل قوته وبسرعة البرق ناحية وحش الديفندر. بيرفع سيفه اللي بيشع النور الفضي اصطدم سيفه اللي بمخالب الوحش المرعب. بيعمل انفجار هائل وسحري، انفجار قوة الرعشة بتاعته بترج مدينة ريجاردين كلها كأنه زلزال مدمر ضرب المكان. الموجة الصدامية للانفجار ده بتخلي كل واحد في الأكاديمية يترزح في الأرض، ولما بيرفعوا عينيهم للسما بيشوفوا مشهد مستحيل يصدقوه. الطلاب المنهكين اللي كانوا خلاص بيودعوا حياتهم، وحتى النخبة الأبطال زي الأستاذ إدوارد وسيرا بيقفوا متجمدين في أماكنهم وعيونهم مفتوحة من هول الصدمة، عقولهم المبرمجة على إن السحر هو القوة المطلقة في هذا العالم. مصدومين. الطفل النكرة فاشل الأكاديمية، عار الأكاديمية، واقف دلوقتي صامد ومرفوع الراس بل ومتكافئ في القوة مع وحش هم نفسهم ما قدروش عليه. الواد حرفيا نازل في رزع وضرب وفشخ حرفيا. الذهول مال المكان. وسط حالة الذهول اللي مسيطرة على الساحة، صديقته إيما مش بتقدر تتحمل تشوف واللي بيقاتل لوحده، قلبها بيوجعها عليه، فبتحاول تندفع بكل قوتها عشان تدخل المعركة وتساعده بأي ثمن كان. لكن زمايلها بيتدخلوا بيوقفوها وبيفهموها الحقيقة القاسية، وبيقولوا لها إنهم في مستوى القوة المرعب اللي قدامهم ده لو فكروا بس يقربوا خطوة واحدة هيكونوا مجرد عبء، حمل ثقيل على ويل، وممكن يتسببوا في موته. لو حاول يحميهم، الكلمات دي بتنزل زي الخنجر المسموم في قلوب الطلاب السحرة كلهم، وعلى رأسهم طبعا يا صديقي يوليوس. في اللحظات دي بيسيطر عليهم شعور بشع بالقهر بالخزي وأيضا الذنب المدمر. كل واحد فيهم بيبدأ يشوف شريط ذكرياته بيمر قدام عينيه، بيفتكروا كل لحظة كل ثانية سخروا فيها من ويل. شيون اللي كان أكتر واحد بيحقد على ويل وبيكرهه لأنه كان دايما شايفه عقبة في طريقهم، بيكون هو أول واحد يكسر حاجز الصمت التقيل. شيون بيخرج عن شعوره، الدموع بتملى عينيه من القهر والإعجاب في نفس الوقت، بيصرخ بأعلى صوته بكل ذرة طاقة في جوارحه، بيشجع ويل بكل حرقة وبيطالبه بنبرة كلها رجاء وإيمان إنه لازم يصمت، لازم يسحق ويمحق هذا الوحش وما يستسلمش. صرخة شيون ما كانتش مجرد صوت، دي كانت زي الشرارة اللي ولعت في غابة جافة، وفجأة كأن تعويذة صمت اتفكت. الأكاديمية كلها بالأساتذة بالطلاب بالنخبة كلهم بيهتفوا هتاف رج المبنى حرفيا باسم ويل. الكل بيدعمه بيتمنوا انه ينتصر، واللي هو في قلب الاشتباك بيتفاجئ بشدة. السيف بيتقل في ايده اللحظة، هو مش مصدق ودنه، بيبص حواليه وبيستوعب الموقف المستحيل. بتفجر جواه عزيمة جبارة، قوة سحرية لا تقهر ولا توقفها جبال. وهنا بنشوف ويل بيوجه نظرة فخمة ومرعبة لوحش الديفندر. النور الفضي بيزيد صوته حوالي بشكل بيعمل عيون، وبنسمعه بيقول بكلمات طالعة من روحه بكل قوة ويقين: الناس دي العالم ده هم اللي بيدوني الشجاعة عشان اقاتل، وانا هفدي حمايتهم
بموتهم بروحي حرفيا. وبعد الكلمات الاسطوريه دي واللي بيجمع كل الطاقه السحريه اللي جواه بيضخها في نصل سيفه وبيقول له تعالى لي يلا، بينقض عليه بسرعه تخطت كل الحدود، بيوجه له ضربه قاسيه بيمزقه حرفيا. جسد الديفندر في مشهد ملحمي يحبس الانفاس وبيخلي الالوف تقف حرفيا يا صديقي. بعد كده بنشوف ويلسون فورت وهو واقف قدام وحش الديفندر الاسطوري بيندفع بكل قوته عشان يسدد الضربه القاضيه، لكن بتحصل الكارثه اللي بتجمد العروق حرفيا في الدم. صوت تحطم مرعب بيشق الساحه. سيف ويل السلاح الوحيد اللي بيملكه، الامل الاخير للاكاديميه، بيتكسر قدام صلابه الوحش. الشظايا بتطير في الهواء ومعاها بتطير امل كل السحرة اللي واقفين وراه. في نفس اللحظه المرعبه دي بنروح لاعلى مكان في البرج، وتحديدا في القاعه المغلقه للماجيا فاندر، قاده السحر العظماء. بيلاحظوا توتر الليدي الفاريا، بيصدروا لها امر صارم ومباشر بانها ما تتحركش من مكانها وما تسيبش الغرفه مهما حصل. لكن الفاريا اللي قلبها وعينيها مع الفتى اللي بيقاتل بتتحايل على الاوامر دي ببرود وثقه، بتبلغهم بنبره هاديه انها مش هتمشي ولا حاجه وانها بس عايزه تتفرج من الشباك. بخطوات واثقه بتقرب من الحاجز الزجاجي الضخم، وفجاه بتعمد تام يا صديقي بتدمر الحاجز الزجاجي بالكامل، بتحوله لتراب سحري. وفجاه وبدون اي انذار الفاليا بتضرب كل تحذيرات قاده السحر في عرض الحائط، بتتجاهل كل الكلام والصراخ اللي حواليها، بتاخد قفزه اسطوريه من اعلى نقطه في البرج، بتنزل باقصى سرعه في اتجاه ويل وسط كل الدمار واليأس. واللي بيرفع عينيه للسماء وبيشوفها وبيبتسم ابتسامه هاديه مليانه ثقه ويقين، وكانه كان مستني اللحظه دي طول حياته. واللي بيرفع مقبض سيفه المحطم لفوق في تحدي صارخ للوحش للعالم كله. وفي اللحظه اللي بتلمس فيها الفاليا الارض بيحصل شيء بيوقف الزمن حرفيا، انفجار سحري مهول وغريب، موجة طاقه مرعبه بتخطف الانفاس، ناتجه يا صديقي عن الاندماج المستحيل بين سحر الفاريا المطلق وقوه ويل الجباره. مقبض السيف المكسور في ايد ويل ما بقاش مجرد حته حديده خرده، لا، قدام عيون الكل بينفجر بنسل عملاق وجبار، نسل مكون من نور فضي نقي وساطع لدرجه تعمل عيون، مندمج بشكل اعجازي مع سحر الجليد الازرق الخاص بالفاريا. في اللحظه دي شيون وكل الطلبه كل الاساتذه واقفين متسمرين في اماكنهم، قلوبهم بتدق بعنف، عقولهم رافضه تستوعب العظمه اللي شايفينها، عيونهم مفتوحه على اخرها، هم مش مصدقين ان المنبوذ عديم الموهبه واعظم ساحره في جيلها واقفين مع بعض كانهم كتف بكتف، كانهم كيان واحد لا يقهر. واللي بقى معروف دلوقتي بلقب الساحر السياف بيحس بكل القوه دي، بيكون عارف ان محدش هيقدر يوقفه. بنشوفه اللي ما بيضيعش اي وقت، بيندفع بسرعه بتتجاوز حدود البشر وبيسدد ضربات ساحقه بنصله الفضي الجديد. الوحش بيحاول يصد الضربات باداه قاتل الصحراء اللي كانت بتبطل اي سحر قبل كده، لكن بتحصل المفاجاه اللي بتشل التفكير الشرير. النصل الفضي بيخترق دفاعات الوحش، بيحطم اداه قاتل الصحراء كانها مجرد ازاز. الشرير الغامض بيقف مصدوم، بيشد في شعره، مش قادر يستوعب ازاي السلاح بتاعهم فشل. وهنا بيدرك الحقيقه المرعبه، بيفهم ان اللي بيستخدمه ده مش مجرد سحر عادي من العناصر السبعه المعروفه، ده العنصر الخامس، المفتاح الاولى والاسطوري اللي حرك العالم في حكايات الماضي السحيق. وهنا بيدرك الحقيقه المره ان ويل هو التجسيد الحقيقي لاسطوره العصا والسيف، الاسطوره اللي ملكه الصحراء تعهدت بظهورها من زمان. في المشهد الختامي الملحمي للمعركه ويل بيجمع كل قواه الرهيبه، بيواجه ضربه نهائيه مدمره، ضربه شايله كل مشاعره وغضبه وامله، وبيقسم وحش الديفندر لنصين وبيسقطوا على الارض جثه هامده. الساحه بتغرق في لحظه صمت قبل ما تنفجر بفرحه هستيريه وذهول ايقوني من اصدقائه وزملائه، شيون، ليانا، كوليت، فيجينال، وحتى يوليوس المغرور، كلهم بيبصوا لويل بانبهار مش مصدقين المعجزه اللي حصلت. وبنشوف الفاريا وهي واقفه في ظهر ويل بتبتسم ابتسامه مليانه فخر وحب يا صديقي، وكانها بتبلغ العالم انها كانت دايما على حق بخصوص ويل. وفجاه بتظهر كميه وحوش كبيره جدا بتتحرك ناحيه ويل والفاريا، لكن ويل بكل ثقه بيقول انه هيتعامل معاهم وبيضرب سيفه في الارض. الضربه بينتج عنها القضاء على كل الوحوش. وانا تعبت يا صاحبي بصراحه من كتر ما انا عمال اقول ذهول، ولكن في وسط ذهول الناس ذهول كل اللي واقفين، وبعدين بيكمل على الوحش الاقوى وبيجمده وبيدمره تدمير تام. بنشوف المعلم وركنر وهو بيتألم ولكنه بيكون فخور جدا بويل. وفي اللحظه دي بنشوف فين وهو بيقول انه اوفى بوحده المرسيدس، وانه يا دوب عدى
500 سنة بس، وبيعلن بداية عصر جديد، وبيصرح بكل فخامة انه حان الوقت لنروي اسطورة العصا والسيف وهستوريا الخاصة بويل. بنرجع بالزمن لورا حوالي 3 سنين، وبنلاقي ويل قاعد في حالة اكتئاب وسط هتاف الناس لإلفاريا بيرن في ودنه وهم بيحتفلوا بيها كواحدة من اعظم واقوى الماجيا فاندر. عينه بترفح ناحية البرج العظيم، بيحس ان الطريق لسه مستحيل، امنيته الوحيدة انه يوصل هناك عشان يفضل كتف بكتف مع صاحبة عمره. بس بيرجع للواقع المر، بيفتكر ان زيرو سحر وما بيملكش ذرة واحدة من قوة إلفاريا اللي الكل بيحتفي بيها. بيفضل ياكل في نفسه ويأنب ضميره، بيسأل بحسرة اشمعنى انا؟ ليه انا اللي مش عارف اهوب ناحية البرج؟ وسط دوامة الحزن دي بيظهر روستي، بيضلل عليه بشمسية وبيقول له بنبرة كلها اهتمام ان قعدته في الظل كده هتجيب له برد. المفاجأة ان كانت اول مقابلة بينهم اصلا. روستي بيبدأ يكسر التلج وبيعرف نفسه انا روستي، ومن اللحظة دي احنا اصحاب هنسكن في نفس الأوضة. واللي بيفضل مبلم ومصدوم، فروستي بيمسحه وبيقول له مالك يا عمنا، مكسوف ولا مش حابب تصاحبني؟ وبعدها بتتصافح ايديهم. بنفوق من الذكريات دي على مشهد ويل في الحاضر ودموعه مغرقة وشه من قهر على صاحبه اللي خسره. في نفس الوقت مديرة الأكاديمية بتكون واقفة بتلقي تعويذة علاجية عشان تفوقه وترد له عافيته. فين بيأكد للمديرة ان سحرها جاب نتيجة وحالته بتتحسن. ان المديرة بتأكد ان هي كمان فتحت باب الأكاديمية من البداية ومستحيل تتخلى عنه، وهتفضل في ظهره رغم انه ويل غرقان في النوم ومش دريان بالكلام ده، ودموعه بتكون لسه بتنزل. فبيتدخل فين بكل رفق وبيمسح دموعه دي، وهو بيسأل نفسه يا ترى ايه الكابوس او الحلم اللي يخليه يعيط كده وهو نايم. الكاميرا بقى بتنقلنا لكاليري وهي بتحاول تصحي الاستاذ وركنر اللي كان بين الحياة والموت ونجا بأعجوبة. وركنر بيفتح عينيه مذهول من وجود كيل وادوارد. فجأة بتقتحم المساعدة إلزا المكان ومعها صينية أكله، وبتقول بفرحة إنها شالته بنفسها من على السطح امبارح وهو متصاب، وإنها كانت سعيدة بسلامته. طبعا كليري الدم بيغلي في عروقها من دلع إليزا، وبتبدأ خناقة الدراير، وكيلي بتديها كلمتين في جنابها وبتقول لها الزمي حدودك، انت حتة مساعدة فبلاش تعيشي دور المدام. وركنر بيجيب آخره وبيزعق فيهم، بيقول لهم اكتموا انتم الاتنين. وبيقول ويل حصل له ايه؟ المدير بيطمنه، بيقول ويل في الحفظ والصون، وبيختم كلامه بهزار بيقول له اتخمد بقى وريحنا من صداعك. في ركن تاني من الأكاديمية بنلاقي الطالب ليرل بيزف الخبر لزمايله انه وركنر قام بالسلامة، وإلزا أكدت له انه ويل كمان زي الفل. العيال كلها بتهز وبتفرح لنجاة ويل، وكأنهم كانوا بياكلوا في نفسهم من الندم على طريقتهم الزبالة في التعامل معاه. بس كالعادة ديل الكلب عمره ما يتعدل. يوليوس لسه عايش دور مرات الأب الشريرة، غل وحقد على ويل وبيضرب في العالي، ولا كأنه الواد لسه منقذ حياتهم، لدرجة ان زمايله بقوا مستغربين في طريقة تفكيره الغبية. ليد نور بيحاول يمتص غضبه ويهديه. بنطير على طول لمقر الاجتماعات للماجيا فاندر، وهناك بنلاقي إيريس بتقدم تقرير اسود لأرون عن خسائر المعركة واللي كانت حصلتنا حوالي 3000 قتيل ومصاب. المصيبة ان الاتنين السبب في الفاجعة دي فص ملح وداب، محدش عارف لهم طريق لحد دلوقتي. أرون بيرد عليها بيأمرها تبعت فرق تدور وراهم هي وتجيب قرارهم، بس الأولوية القصوى دلوقتي هي لملمة الجراح وترميم العاصمة اللي اتدمرت. إيريس بتهز راسها بالموافقة، بس فجأة أرون بيفتح معاها موضوع ويل، بيسألها باستغراب ازاي طالب بالقدرات دي عايش في الأكاديمية بقاله 6 سنين ومحدش فينا يعرف عنه أي حاجة. إيريس بترد وتقول إن دي أكيد حركة من المديرة كالدارون، وإنها غالبا كانت مخبياها عن العيون لحد ما ينضج وعوده يتشد زي ما حصل دلوقتي. أرون الدم بيغلي في عروقه من تصرفات المديرة، بيقول إنها بقت تاخد قرارات كتير من دماغها من غير ما ترجع لنا، وبيعلنها صريحة من اللحظة دي فين هو اللي مسؤول عن الإشراف عن السيف. وهنا يا صديقي يقصد ويل. في اللحظة دي بيدخل باقي الماجيا فاندر بهبتهم وقوتهم المرعبة اللي تخطف القلب، بيعتذروا عن التأخير، وطبعا كالعادة زيه إليانور نائر ونقير ماسكين في خناق بعض. أرون بيسكتهم وبيبدأ الاجتماع، وبيقول إن القعدة دي مخصوص عشان المصايب والألغاز اللي بتحصل اليومين دول. بيأمرهم يقلبوا الدنيا ويدوروا على أي معلومات تخص الحادثة اللي حصلت في الاختبار العملي وفي العاصمة وفي الدايماس وفي كل شبر حرفيا، حتى البرج نفسه ما يتسابش. ساحر النار كاريوت بيسأل بلهفة طب وصلتوا لأي طرف خيط من السحرة اللي تم إرجاعهم؟ أرون بيرد ببرود لا. بيتدخل زيسو بيسأله ولا حتى من الوحوش اللي اتشرحت في المؤسسة العليا؟ فأرون بيكرر نفس الجملة لا. الكل بيبص لبعض باستغراب
استغراب، خصوصا اليانور اللي بتتعصب وبتقول له امال لو مفيش اي حاجه ممسوكه في ايدينا انت ايه وجهه نظرك في الليله دي كلها؟ ارون بيرد بكل ثقه لو عايزين رايي فالمعركه العظيمه اللي قامت من 10 سنين الاشخاص المدمرين اللي ظهروا فيها هم اللي ظهروا في المعركه الاخيره واللي هزوا عالم السحر في يوم من الايام. الكلمه دي بتنزل زي الصاعقه على الكل. كاريوب بيسال بصدمه معقوله هو في حد من المدمرين نجا من يوم الهلاك ده اصلا؟ على الناحيه التانيه الادرينالين بيضرب عند زيو وبيطير من الفرحه وهو بيقول عظمه قوي لو شويه الحسالة دول ناويين يرجعوا تاني فيا اهلا وسهلا بيهم في ملعبي. اليانور بتبص له باحتقار بتقول له ان اللعب معاهم مش نزهه وان المعركه العظيمه كلفت شعبها تضحيات بالكوم وارواح راحت عشان بس يخلصوا من شر المدمرين. زيو كعادته بيموت في الاستفزاز وبيتريق عليها وبيقول لها انها جايه وراه وخايفه وبيزيد في الكلام صحيح ما انت ما شاركتيش في المعركه يا حلوه اصلك كنت لسه حته لحمه حمراء وشكلك كده اول ما المعركه هتبدا هتلم عزالك وتمشي وتروحي عند بيت ابوكي. الكلمه دي بيطير برج من عقل اليانور، غضبها بيوصل للماكس فبتطلق على زيو قوه سحريه مرعبه بتهز جدران البرج حرفيا. الدنيا بتقلب فوضى وايريس بتحط ايديها على راسها وبتضيق وبتقول عشان القرف ده انا ما بحبش اكون في اجتماعات الماجيا فاندر. اليانور اللي بتتوعد زيو بتقول له يلا اكتب وصيتك يا الحسالة عشان هخلص عليك دلوقتي. الخناقه كانت هتقلب بمجزره بس بمجرد زغره كلمه واحده من ارون بيخرسوا هما الاتنين وبيقفوا انتباه. ارون بيأمرهم ان كل فصيل يكمل تحرياته في الموضوع ده وبيفكرهم ان ميعاد قطاف البراعم خلاص على الابواب ولازم يستعجلوا في تحضيراتهم. في عز الزحمه دي بنشوف مساعده الفاليا واقفه تراقب اللي بيحصل بس عين كاريوت بتلمحها وبيسالها انت مستخبيه كده ليه؟ المساعده بتكون هدومها متبهدله وشكلها يصعب على الكافر من اثار الخناقه اللي لسه خلصانه. مش عارفه تنطق. اليانور بتسالها عن الفاريا اللي كان المفروض تحضر اجتماع مصيري زي ده فبتقول لها انها تعبانه ومش هتقدر تيجي النهارده. في نفس اللحظه دي بنشوف الفاريا في مكان تاني خالص واقفه سرحانه بتبص ناحيه الاكاديميه وبنطير بقى على الاكاديميه وبنشوف كوليت وهي ماشيه شايله بوكيه ورد والحزن واكل وشها. بتلمحها لهانا وبتسالها الورد ده لمين فبترد كوليت بغصه في حلقها ان دي لروستي ورغم انه ملوش قبر لسه بس ده اقل واجب نقدر نقدمه له. لهانا بتسالها بفضول وحزن هو روستي ده كان طبعه ايه؟ كوليت بترد بقله حيله انها ما تعرفوش بالظبط، كل اللي كانت تعرفه انه غاوي دراسه حرفيا وقليل قوي لما حد كان بيلمحه في سكن الطلبه. وسمعت كمان انه منقول من عاصمه تراليوس وظهر كده فجاه وبقى متعلق جدا بويل وهي بتحط الورد في ميه النهر بتعترف كوليت انها ما كانتش بتحبه بس ويل قال لها انه انسان طيب كان وشه بينور وبيبقى في قمه السعاده وهو بيقول الكلام ده على صديقه. وبعد ما الغبار المعركه الطاحنه نزل بنشوف الاكاديميه ومدينه ريجاردن بتنفض عن نفسها رماد الدمار اللي سببته وراها مأساة ليلة ترمانيا. عمليات إعادة الإعمار شغالة على قدم وساق وبفضل سواعد الأقزام وجهودهم الجبارة المباني بترجع تتبني بسرعة مبهرة. وفي وسط زحمة العمال وإعادة البناء بنشوف المرشد الغامض فين واقف في مكان هادي بيراقب الأوضاع من بعيد لحد ما بتظهر له شخصية غامضة تانية وهي إيريس اللي بتكتشف إنها بتشتغل في منصب سري ومهم جدا وهو المراقبة وتابعة للبرج. إيريس بتقرب من فين ملامحها كلها جدية وتحذير وبتطلب منه بشكل قاطع انه يبعد عنها لكن فين بيبتسم ابتسامته البارده المعتاده وبيرفض تحذيرها وبيأكد لها انه هياخد واللي معاه في طريقه وبيعلن بنبره كلها تحدي ان وقت اللعب والمماطله خلاص انتهى وان عجله الاحداث بدأت تدور ومفيش اي قوه قادره على ايقافها. بروح من المشهد الغامض ده لغرفه سكن الطلاب وتحديدا في محجر بطلنا بنشوف واللي بيفتح عينيه بصعوبه بيقوم من سريره وبيروح يغسل وشه قدام المرايه وهو بيبص لنفسه وبيلاحظ ان شعره اللي كان كله تحول للون الابيض اثناء المعركه واثناء استخدامه لتعويذه الشجاعه رجع تاني للونه الاسود وكأن الهيئه الاسطوريه دي كانت مجرد تأثير مؤقت للتعويذه العظيمه دي. واللي بيسيب المرايه وعينه بتقع على حاجه محطوطه بعيده عن المكتب. ايوه نظارات روستي الواقيه. اللحظه دي بتكون تقيله جدا على قلب ويل بيمسك النضاره وهو حزين جدا عينه بتملاها الدموع وهو بيفتكر تضحيه اعز اصدقائه. بيسأل نفسه يا ترى لو روستي كان لسه عايش هل كان هيقدر بعبقريته يفسر لي ايه اللي حصل لشعري واللي اتغير بالمنظر ده. واللي بيغمض عينيه وبياخد نفس عميق وبيلملم شوتات
نفسه وبيحسم امره، بيلبس لبس الاكاديميه وبيقرر انه يخرج عشان يحضر اليوم اللي بيحلم بيه، يوم التخرج. بننتقل لساحه التخرج الكبرى في الاكاديميه، المكان اللي مليان بالطلاب. بس الاجواء مش اجواء فرح، الاجواء ممزوجه بحزن وفخر في نفس الوقت. بنشوف المديره كالدارون واقفه على المنصه، بتبدا حفل التخرج بخطاب مؤثر بيهز القلوب، بترسف كلماتها كل الضحايا والارواح البريئه اللي سقطت في الكارثه، وبتخص بالذكر اساتذه الاكاديميه الشجعان وسحره البرج الكبار اللي ضحوا بحياتهم علشان يحموا الجيل الجديد. المديره كالدارون بتاكد للطلاب انه رغم حجم الحزن والخساره الفادحه الا انهم لازم يرفعوا رؤوسهم لفوق، لانهم هم الامل اللي اتزرع في ارض الاكاديميه، هم اللي هيحملوا شعله المستقبل وينطلقوا للبرج. بعد الخطاب المؤثر ده بتبدا اللحظه اللي كل الطلاب سهروا وتعبوا عشانها، لحظه توزيع قبعه مرسيدس. وهي اسمها كده يا صديقي. القبعه دي مش مجرد قبعه قماش، ده الرمز الاكاديمي الاعظم والدبلوم الرسمي اللي بيمنح الطالب حق الصعود للبرج العظيم وتجاوز بوابته. المديره كالدارون بتبدا تستعرض اسماء النخبه ونقاطهم. بنسمع اسم ليانا بيتردد في القاعه كاول واحده برصيد خرافي 12000 نقطه، بيجي وراها على طول فينجل ليندور 11989، وبعدين يوليوس ب 11202 نقطه، وشيون أليستر ب 11801، لحد ما بتوصل لاسم كوليت اللي حققت 9024 نقطه. المديره بتعلن قدام الكل اللي هم دول ال 49 طالب اللي استوفوا الشروط القياسيه وجابوا اكتر من الحد الادنى واللي هو 7000 نقطه، وبالتالي هم اللي مؤهلين رسميا لصعود البرج. طبعا في اللحظه دي واللي بيبص للارض بيعتذر لإلفاريا، لكن هنا المديره بتسكت لثانيه وبتبص للقاعه كلها بنظره فيها فخر خفي، وبتفجر المفاجاه اللي بتخلي القلوب تدق بسرعه. بتعلن ان في طالب اخير، طالب رقم 50، قدر يحقق شروط التخرج في اللحظه الاخيره، بل حتى في اللحظه ما بعد الاخيره. القاعه بتبدا تتهامس، وساعتها المديره بتبدا تشرح قانون قديم بتفهمهم ان الصعود للبرج مش مقتصر بس على تجميع ال 7200 نقطه، لكن في طريقه تانية، طريقه تاريخيه اسطوريه، وهي ان الساحر يقدر يعبر بوابات البرج فورا لو نجح في اداء انجاز غير مسبوق، الا وهو ابتكار وتاليف تعويذه جديده كليا تتسجل باسمه في التاريخ. وفي وسط الذهول ده المديره بتنادي باعلى صوت ويلسر فورتو، بتطلب منه انه يتقدم للمنصه، واللي بيتحرك بخطوات واثقه مذهول مصدوم. والمديره بتعلن قدام الاكاديميه ان تعويذه ويل الجديده، التعويذه اللي ظهرت في احلك اللحظات، اللي انقذت العاصمه من الدمار وانتشلت الناس من براثن اليأس. التعويذه دي تم تسجيلها تحت اسم اسطوري الشجاعه. المديره كالدارون بتبص للحضور كلهم، للاساتذه، للطلاب اللي كتير منهم كانوا بيسخروا من ويل، بتطلب منهم طلب مباشر، بتقول لهم لو في حد فيهم مؤمن من جواها ان شجاعه ويلسر فورت كانت شجاعه سحريه فعلا، شجاعه تستحق الاعتراف والتقدير، يظهر دلوقتي. وهنا يا صديقي محدش عايز يسقف، الكل شايف انه ما يستحقش، ولكن لما يجيلك الاعتراف من ألد اعدائك فانت وصلت لمستوى تاني خالص من النصر. شيون يا جماعه ذي الشعر الاحمر بيسقف له، وساعتها الكل بيبدا يسقف واحد ورا التاني. الواد حصل على اعتراف الجميع. وهنا يا صديقي واللي تعود عن كل سنين اليأس اثبت بشجاعه غير طبيعيه وقدر يعمل شيء غير عادي تماما. مشهد يقشعر له البدن وبيثبت ان إرادة ويل قدرت فعلا تغير العالم اللي حواليه. وطبعا ادوارد يا صديقي مش عاجبه الموضوع ده، فيا ترى ايه اللي هيحصل بعد كده؟ وبعد كده بنشوف فلاش باك جميل وهادي في وسط غابة مليانة نور سحري. بنشوف بطلنا ويل وهو طفل صغير قاعد مع صديقة طفولته إلفاريا بتقول لويل ان شمس الغروب موجودة في نهاية نفق طويل جدا، وبتفهمه ان الطريق ده مليان مخاطر مرعبة ولازم يتغلبوا عليها، وعلشان كده هي ناوية تتعلم سحر كتير وتجهز نفسها للرحلة دي. واللي بيبص لها بانبهار وبيصارحها باحساسه بالضعف وانه فاشل مستحيل يقدر يوصل للمكان ده معاها. لكن إلفاريا بتبصله بكل جديه واصرار، بتقوله انها مستحيل تروح لهناك من غيره، وبتفهمه ان الحلم ده ملوش اي معنى لو هو مش موجود فيه، وبتاخد وعد منه انهم هيروحوا سوا للمكان ده. بنروح بعد كده لحي النبلاء الفاخر، وتحديدا في متجر ملابس راقي جدا اسمه متجر لازل. بنشوف هناك اصدقاء ويل، كوليت وليانا وفيجنال وشيون، وهما بيقيسوا الزي الجديد بتاعهم. مدير المتجر برتنال بيبارك لهم، بيفهمهم ان الزي ده اسمه جلوريا، عديد
قديم اللون، وان مفيش اي حد يقدر يلبسه الا الطلبه اللي قدروا يجسدوا المبادئ الثلاثه للاكاديميه، واللي هم الحكمه والالهام والتعليم. وبيقول لهم بكل فخر انه بيجهزهم لرحلتهم نحو المستقبل. كوليت بتكون مبهوره باللبس وبتلف بيه، وبتقول انه خفيف ومريح في الحركه، وبتتفاجئ اكتر لما بتعرف انه مضاد للسحر. وليانا بتاكد كلامها وبتفهمها ان عباءات الاكاديميه القديمه كانت كويسه في الدفاع، لكن الزي الجديد ده بيتفوق في كل حاجه حرفيا. وفيجنال بيعلق بابتسامه وبيقول ان السحره فعلا عندهم مهاره عبقريه في صناعه الحاجات، وشيون بيكون معجب جدا باللبس وبيشكر برتنال على الشغل المثالي. لكن برتنال بيعتذر لهم وبيقول لهم انه كان بيتمنى يجهز لهم اللبس بدري عن كده ومش في يوم انطلاقهم للبرج بالظبط. بس شيون بيطمنه وبيفهمه ان دي مش غلطته، لان احداث مهرجان الترميناليا اثرت على الكل وعطلت الدنيا، فما تشيلش هم انت يا معلم. وفي وسط الفرحه دي بنشوف يوليوس واقف لوحده ووشه جايب الوان ومليان احباط وغضب. كوليت بتلاحظ حالته وبتروح تساله مالك يا ابني، في ايه اللي مزعلك كده ليه؟ لكنه بينفجر فيها وبيزعق وبيقول لها تسكت وتخليها في حالها. كوليت بتتخض، بترجع لورا وبتخبط في المانيكان اللي بيقع على دماغ يوليوس فورا. بتفضل تعتذر له برعب، بتقول له انها اسفه. وبعدين ليان بيوضح لكوليت سبب زعل يوليوس، بتعرفه ان الفصائل السحريه في البرج بدات تبعت رسائل للطلبه، وفيجنال من فصيل الالف والشيون من فصيل النار، لكن يوليوس هو الوحيد اللي ما جاتلوش اي دعوه من فصيل البرق، وده شيء كاسر كبريائه مخليه على اخره. وبعدين فيجنال بيسال برتنال عن ويل، هو ليه مش موجود يا معلم؟ برتنال بيعرفه ان ويل جه بدري، اخد اللبس بتاعه ومشي بسرعه، معرفش يا ابني كان عايز ايه، ولكنه كان باين عليه انه مستعجل قوي. وعلى الجانب التاني بنشوف ويل وهو في شارع سلمانت في مشغل الحداد بتاع المعلم دونان. دونان بيستقبله، بيطلع له سيفه الجديد اللي بيلمع، بيفهم ويل انه اخد بقايا السيف المكسور من معدن الموريا ودمجها مع جوهرة وسط قوية جدا، وبيشرح له ان السيف ده مش مجرد سيف عادي، لا ده بيقدر يقطع السحر زي السيف القديم، بس الميزة المرعبة انه يقدر يضخم الطاقة السحرية المتخزنة جوه الجوهرة علشان يديك يا ابني ضربات مدمرة. واللي بيكون مبهور جدا بالسيف وبيشكر دونان من قلبه وبيسأله عن الحساب، لكن دونان بيرفض ياخد منه ولا قرش، بيفهمه ان دي مكافأة بسيطة عشان ويل انقذهم كلهم في الهجوم الاخير، وبيشجعه انه يروح البرج ويبذل اقصى جهده ويفجر طاقته بالكامل. واللي بياخد سيفه وبينطلق بسرعة علشان يلحق اصحابه في نقطة التجمع. كوليت بتشوفه وبتهلل من الفرحة، وبعدها بتظهر لهم ساحرة صغيرة ولطيفة اسمها كليري طايرة على مكنسة سحرية، بتنزل لهم وبتفهمهم انها المشرفة بتاعتهم، وبتعتذر لهم انها لوحدها وده بسبب ان عندهم نقص شديد في العمالة في البرج، بس بتطمنهم انها هتقوم بواجبها على اكمل وجه. كيلوري بترحب بيهم في المكان اللي بتسميه نعيم الابحاث وجحيم الدراسات الصارمة، وبتروح ناحية بوابة ضخمة جدا وبتفعل سحر الوصول علشان تفتحها. البوابة بتتفتح والمشهد بيكون مهيب واسطوري وايقوني وفخم حرفيا، واللي واصحابه بيدخلوا. فجأة السقف اللي فوقيهم بيتفتح، الارضية اللي هم واقفين عليها بتبدأ تتحرك وتطلع بيهم لفوق عشان تنقلهم لأول محطة في البرج. بمجرد ما بيوصلوا الكل بيكون مبهور مذهول، المكان مش مجرد طابق في برج، ده عبارة عن مدينة كاملة مبنية باللون الابيض وفيها سما زرقاء وشمس مشرقة وقلعة كبيرة جدا طايرة في الهواء. كلوري بتعرفهم ان ده الطابق الاول من البرج وبيسموه الحديقة عديمة اللون، بتشرح لهم ان المكان ده هو الاساس اللي بيدعم البرج كله، وفي بيتم زراعة الاعشاب وانتاج الحاجات الاساسية، وكمان يعتبر المركز الاول للاكاديمية التطوير وصناعة اسحار جديدة، وان السحرة المختارين بس هم اللي مسمح لهم يدخلوا المكان. ايها المختارون. فيجنال بيبص للسما الصناعية المذهلة دي وبيعرف اصحابه ان ده سحر وهمي الفي من مستوى مرعب متطور جدا. كوليت بتكون طايرة من الفرحة، بتاخد واللي توريه المزارع اللي فيها كائنات سحرية واعشاب نادرة، بتقول له انها اخيرا بقت ساحرة رفيعة المستوى بجد، واللي بيبتسم وبيأكد لها انه حاسس كانه في حلم جميل. في عز الانبهار ده ليانا كالعاده ما بتقدرش تقاوم الاكل، وبتروح لمحل بيبيع كريبات في وسط المدينه وبتطلب 5 مره واحده. كل بتجري عليها وبتشدها وبتزعلها وبتفهمها انهم في مراسم دخول البرج. خف اكله مفجوعه، ده يا بنتي مش وقت اكل خالص. لكن ليانا بتكون في عالم تاني خالص، البت المفجوعه مش شايفه قدامها. شيون بقى بيبص لولي بجديه وبيقول له ما يفرحش قوي لان البرج مش مكان هادي ومسالم زي ما هو فاكر، واللي بيستغرب وبيساله يقصد ايه. فشيون بيلفت انتباهه لنا
نظرات الكل عليهم، نظرات السحرة القدامى واللي بيبصوا لهم بنظرات كلها حقد وغل وتخويف. ويوليوس بيكون متعصب، بيقول ان الاشاعات اللي سمعوها عن صعوبة التعامل والقسوة الموجودة شكلها حقيقية. كيلاري بتكمل وبتطلب منهم يمشوا وراها علشان يروحوا لقاعة الاحتفالات لان الكل مستنيهم هناك. بيوصلوا لبوابة ضخمة جدا اسمها بوابة الانتقاء، ولما بيدخلوا بيلاقوا نفسهم في قاعة اسطورية شبه المدرجات الرومانية مليانة سحرة من كل الفصائل. كل بترتبك لما بتشوف سحرة الارض والرياح والظلام كلهم متجمعين في مكان واحد، بتحس برهبة كبيرة. ومن وسط المدرجات بيظهر مدير المؤسسة العليا والزعيم الفصيل عديم اللون كريتور هارلون، وبيبص لهم بنظرة غامضة. وفجأة الأجواء كلها بتتغير، بنشوف 4 شخصيات بتنزل من قمة البرج بكل فخامة هيبة. أكيد عرفتهم، قادة الفصائل العظمى أو زي ما بيسموهم الماجيا فاندر. وطبعا بنشوف إلفاريا زعيمة فصيل الجليد وزعيم فصيل البرق، وكاريوت زعيم فصيل النار، وإليانور زعيمة فصيل الألف. وفجنال بيبص لإليانور بتوتر واضح، في حين إن ويل عينيه بتتوسع لما بيشوف إلفاريا قدامه. بيقول لها بصوت واطي: إلفي أنا آسف إني اتأخرت عليكي. لكن الصدمة بتصدمه لما إلفاريا بتبص بعيد كأنها ما تعرفوش أصلا. كيلاري بتقف باحترام شديد للقادة العظماء، بتشكرهم إنهم نزلوا من قمتهم عشان يحضروا. ولكن بنشوف كاريوت زعيمة فصيل النار وهو بيكلم كالوري بنبرة كلها تكبر وتعالي، وبيفهمها إنه بيتمنى إنها تظبط الأمور في المراسم عشان ما يحسش بالملل. كيلاري بترد عليه بسخرية بتقول له إنه واضح إنه ترقى وبقى خلاص وبقى يتقن أسلوب التعالي بامتياز. فبيرد كاريوت ببرود وبيعرفها إنه اتعلم كل ده من زمايله القدامى. وبعدها كيلاري بتعلن رسميا عن بداية مراسم الازدهار، بتشرح للطلاب إن الطلبة اللي تم اختيارهم وتجنيدهم خلال فترة دراستهم في الأكاديمية وخصوصا اللي أثبتوا كفاءتهم في بطولة السحر هيستلموا دلوقتي اللون الخاص بيهم وكنوع من أنواع المباركة والاعتراف. في اللحظة دي السحر بيبدأ يشتغل، بنشوف زي الجلوريا بتاع شيون بيتحول فجأة للون الأحمر الناري كدليل على انضمامه لفصيل النار. كل لبسها بيتحول للون البني والبروش بتاعها بياخد شعار فصيل الأرض. ونفس الكلام بيحصل مع ليانا اللي بتنضم لفصيل البرق وجنول لفصيل الألف. الفرحة بتكون مالية وشوشهم كلهم، لكن قصد كل ده، قصد كل الفرحة والبهجة دي بيفضل يوليوس زي ما هو، وطبعا بجانب بطلنا ويل واللي بيبص لللبس بتاعه باستغراب شديد. بيتفاجئ ان زيه فضل زي ما هو ابيض عديم اللون، ما حصلوش اي تغيير. وهنا بنرجع بقى يا صديقي فلاش باك لليلة اللي قبل المراسم. بنشوف إلفاليا في اوضتها وهي في قمة غضبها وبتزعق لمساعدتها ساريسا. إلفاريا بتتهم ساريسا انها كاذبة، انها مخادعة، وبتفهمها ان ده مش عدل لانهم وعدوها انها تقدر تجند ويل اول ما يدخل على طول. ساريسا بتحاول تهديها، بتطلب منها تبطل تصرفاتها الطفولية، لكن إلفاريا بتنفجر فيها، بتعترف لها انها كتمت رغبتها في تجنيده طول فترة وجوده في الأكاديمية بناء على اتفاقهم انهم هيوافقوا على ضمه لو اتأهل. إلفاريا بتستنتج ان رسائل التجنيد اللي كانت بعتها لويل ما وصلتوش اصلا، وبتتهم ساريسا انها هي اللي خافتهم، لكن ساريسا بتنفي ده تماما وبتفهمها ان المؤسسة العليا هي اللي اعترضت الرسائل دي ومنعتها توصل، وتحديدا مدير المؤسسة كوريتز. ساريسا بتشرح لإلفاريا ان كوريتز مش بيعترض على قرار الأكاديمية بنجاح ويل، لكنه بيرفض فكرة انه محارب عادي ما بيقدرش يستخدم السحر ينضم لأي فصيل سحري لان ده يعتبر إهانة ليهم. إلفاريا من كتر عصبيتها بتسأل ساريسا سؤال واحد بس: ينفع اروح ادمر المؤسسة دي واجمدها عن بكرة ابيها؟ لكن ساريسا بترفض رفض شديد وبتطلب منها تهدى. ساريسا بتطمن إلفاريا، بتفهمها ان البرج بيعترف فقط بالكفاءة والجدارة، وان ويل لو قدر يثبت قيمته الحقيقية ومهارته خلال مراسم الازدهار فكروتيز وكل القادة التانيين هيكونوا مجبرين يعترفوا بيه غصب عنهم. ولكن اولا لازم يكتسب اعتراف البرج بالكامل بجهده هو وبس. ساريسا بتوعد إلفاريا انها تمهد الطريق مع كلوري وباقي الفصائل علشان يدوله فرصة، وبتسألها لو كانت شاكة في قدرات ويل. إلفاريا بتبتسم ابتسامة كلها ثقة وبترد عليها انها متأكدة 100% ان ويل هيتخطى الاختبار بكل سهولة. بنرجع تاني للوقت الحاضر وكلوري بتبارك للطلبة اللي اخدوا الوانهم، بتطلب منهم يروحوا ينضموا لزمايلهم في الفصائل بتاعتهم، لكن الطلبة اللي ما
ما اخدوش اي لون، زي ليرل، جودرون ويوليوس وويل يفضلوا واقفين مكانهم في صدمه. كل اللي بتبص لهم بنظره بارده بتفهموا منهم طالما ما خدوش لون فده معناه انهم اشخاص عديم اللون ما لهمش اي اهميه تذكر. بتعرفهم ان السحرة المنضمين للفصائل هم بس اللي مسموح لهم يكملوا الصعود في البرج، اما الباقي فممنوعين من التقدم خطوه واحده لينوشهم بيدركوا ان الاشاعات المرعبه اللي سمعوها عن البرج طلعت حقيقيه، وان السحرة اللي من غير اي فصيل بيتم احتجازهم في الطابق الاول للعمل كتروس وخدم لباقي البرج لدعم النخبه. يوليوس بيتعصب بغل بيقول ان ده هو السبب اللي خلى الناس تسمي البرج بمقبره العصا السحريه، لكن فجاه كلوري بتغير نبرتها بتديهم بصيص امل، بتفهمهم ان مجرد دخولهم البرج بيديهم فرصه اخيره ووحيده. بتشرح لهم انهم لو قدروا يثبتوا جدارتهم دلوقتي فممكن اي فصيل يعجب بيهم ويمد لهم ايده، وبتعلن ان هي دي الفعاليه الرئيسيه والمنتظره في مراسم الازدهار الاول. في اللحظه دي الارض بتبدا تتهز بعنف، بيظهر وحوش ضخمه مرعبه. كليري بتشرح لهم القواعد بمنتهى البساطه، اسمع يلا منك ليه وبتفهمهم ان المطلوب منهم هو القضاء على الوحوش باي طريقه كانت، باساليب ذكيه، بتعويذات مدمره، بالقوه الغاشمه. المهم انهم يلفتوا انتباه القاده. ليرل وجوردن بيحاولوا يستجمعوا شجاعتهم وبيهجموا على واحد من الوحوش بتعويذه نار مشتركه، لكن المفاجاه ان الوحش بيصد الضربه بتاعتهم بدرعه بمنتهى السهوله ولا كأن في حاجه حصلت. كورتيس بيكون بيراقب من مكانه بيشرح ان الوحوش دي اسمها زوكتونيا وهي كائنات حارسه بيصنعها البرج نفسه في الطابق الاول، وبيفهمهم ان قوه الوحش الواحد بيعادل قوه وحش من الطبقات المتوسطه في المتاهه، وبيأكد ان السحرة لسه متخرجين من الاكاديميه مستحيل يقدروا يخدشوا الدروع دي حتى. وهنا بيقرر يوليوس يدخل علشان يثبت للكل انه العبقري المنتظر. بيستخدم سحر الاستنساخ بتاعه، بيعمل نسخ من نفسه من الجليد، بيوجه وابل من التعاويذ الجليديه المدمره اللي بتنجح فعلا في تجميد وتحطيم وحشين زوكتانيا. سارسة ومساعدين الفصائل التانية بينبهروا جدا من تطور يوليوس من ايام بطولة السحر، بيعترفوا بمهاراته العالية. يوليوس بيكون طاير من الفرحة، مقتنع تماما في خيال انهم خلاص هياخدوه، انه السحر نبيل وموهوب مفيش حد في القاعة يقارن بيه. ولكن استسلم ياض، انت نسيت انت معاك مين؟ انت معاك التنين العنيد. لأن انتباه القادة وجميع الفصائل بيتحول للشخص تاني. أيوة ويل يا جماعة، ويل اللي شكله مش خايف ده بيراقب حركات العدو بدقة، واللي بيبص لإلفاريا وبيفهمها إن حزنها كان بسبب إنها ما قدرتش تختاره، بيوعدها في سره إنه هيوصل لها بنفسه وهيثبت قوته للجميع. فجأة وحش زوكتانيا بيهاجم ويل بسرعة، لكن ويل برد فعل مش طبيعي بيتفادى الضربة بكل خفة وبينط بقفزة عالية فوق درع الوحش العملاق، وفي لمح البصر بيسحب سيفه الجديد اللي صنعه دونان، وضربة واحدة بس بيقسم الوحش نصين. مساعدين الفصائل بينصدموا من قدراته على الحركة وقراءة الخصم اللي طوارئ بشكل مرعب، وكمان بيلاحظوا ان زي الجلوريا الجديد خفيف جدا بيدي حركة مطلقة، وده غير ان سيف دونان حاد لدرجة انه يقدر يقطع اي حاجة، واللي بيحس بطاقة جبارة مفيش اي وحش هيقدر يقف قدامه. المعركة بتشتعل اكتر ووحوش تانية بتبدأ تتجمع، ويوليوس بيحاول يضرب وحش زوكتانيا بتعويذة جليدية قوية، لكن الوحش بيستخدم درعه بيشتت التعويذة وبيطيرها في اتجاه إلفي. بس بيظهر ويل، وبدل ما ويل يتفادى الضربة بيبتسم وبيقول ليوليوس بكل ثقة انه هيستلف السحر بتاعه. وفي مشهد بيحبس الانفاس واللي بيوجه سيفه ناحية التعويذة الجليدية، وبدل ما السيف يقطعها الجوهرة اللي في نص السيف بتمتص السحر بتتوهج بنور مرعب، واللي بيعلن ان عملية الشحن تمت بنجاح وبيجهز نفسه لإطلاق ضربة قاضية. الفاريا بتشوف المنظر ده عينها بتلمع من الانبهار، واللي بياخد وضعية الهجوم وبيجمع كل الطاقة اللي امتصاها مع قوته الجسدية الأسطورية، وبنشوفه هو بيطحن في الوحوش وبيضربهم موجة مدمرة جليدية بتمسح كل اللي قدامه. صرخة قوية وحازمة بتشق هدوء الساحة، صرخة بتقول كلمة واحدة بس، استنى. الصوت ده ما كانش صوت أي حد، كان صوت كريتوس، واحد من أهم وأكبر مسؤول المعهد العالي، شخصية لها وزنها وكلمتها وما بتنزلش الأرض. كريتوس بيتقدم بخطوات واثقة ونظرات كلها استعلاء وبرود، وبيوقف المراسم في لحظة بيبص الويل من فوق لتحت باحتقار، بيوجه كلامه لقادة الماجيا فاندر وللساحة كلها، وبيعلن بصراحة ان المهزلة دي لازم تقف فورا. كريتوس بيفهمهم ان اللي ويل عمله في المعركة واللي هم مبهورين بيه ما يرقاش اصلا انه يتسمى سحر حقيقي باي شكل من الاشكال. في اللحظة اللي ويل كان بيتلقى فيها كمية الاهانات دي وهو ساكت بتنفجر الليدي الفاريا، الساحرة الجليدية الهادية ما بتقدرش تمسك نفسها وهي بتشوف حب
حياتها بيتم بالشكل ده قدام عينيها. بتتدخل بغضب شديد، عينيها بتطق شر وبتقف في وش كريتوس تدافع عن ويل. بتاكد لكريتوس وللكل ان ويل بالفعل قام بالقاء تعويذه سحريه حقيقيه قدام عيونهم كلهم، وان النور الفضي اللي طلع منه ده مش مجرد استعراض، ده سحر نقي مفيش اي حد يقدر ينكر ده. وهنا يا صديقي كريتوس بدون اي مقدمات بيحط ويل في اختبار تاني، بيستدعي وحوش ولاميه ضخمه بتهجم على ويل، وده اللي بيكون هيحدد اذا كانوا هيخلوه ينضم او لا. بينطلق ويل عليهم بيقطع فيهم ولكن بدون اي فائده ترجع، سيفه مش بيأثر فيهم، ويل بياخد الضربات من كل ناحيه، هو مش قادر يهزم ولا وحش فيهم. ولما بيفكر انه يدمر النواه كريتوس بيصدمه ان نواتهم كمان مصنوعه من اللولام. هتعمل ايه بقى يا عم ويل في حاجه زي دي؟ مش قلتلك انت مجرد شخص عادي. ولما بيحاولوا اصدقائه يساعدوه كريتوس بيمنعهم تماما. شون بيكون متعصب جدا. كريتوس بعدها بينهي القتال وبيثبت نظريته. قائد فصيل النار بيوافق على اللي بيحصل، وبنشوف إلفاريا ملامح وشها بتتحول لغضب صامت لكنه مرعب. نظراتها لكورتيس كانت كافية انها تجمده في مكانه. إلفاريا بتبين رفضها التام والكامل والقاطع للكلام ده، لان ده بيخالف كل الاتفاقيات والوعود اللي كانت بينهم. لكن وسط المشاحنات دي بيتدخل زيو زعيم فصيل الرعد. زيو بيكلمهم بنبرة استهزاء واستعلاء، بيقول لهم ان كل النقاشات والخناقات دي مزعجة ومملة، وانهم بيضيعوا وقت في كلام فاضي. وبعدين بيتم الاعلان عن مفاجأة من العيار الثقيل بتقلب الموازين كلها في القاعة. بيبلغوا الطلاب بقرار استثنائي وغير مسبوق في تاريخ البرج، بيفهموهم ان بسبب الكارثة اللي حصلت في حادثة الترميناليا والخسائر الفادحة في الارواح سواء من السحرة او الجنود من كل الفصائل، دلوقتي كلهم بيعانوا من نقص حاد وشواغر ملحة لازم تتسد في اسرع وقت. وعشان كده وبدل النظام المعتاد اللي بيخلي الطلاب يستنوا 6 شهور كاملين عشان يحصلوا على فرصة تانية، المرة دي لا، الماجيا فاندر قرروا يكسروا القاعدة دي وبيعلنوا انه هيتم عقد مراسم تفتح تانية بعد اسبوع واحد بس. وبيطلبوا من الكل انهم لازم يستعدوا باقصى ما عندهم لان دي فرصتهم الاخيرة. وطبعا الكلام ده موجه بشكل مباشر لويل سيرفورت اللي بيتم تسكيره، وانه من ضمن اللي فشلوا ولازم يشارك في التفتح التاني ده. بعد ما المراسم بتنتهي والكل بيبدأ ينسحب بنروح لويل اللي بنلاقيه واقع على الارض في ساحة القاعة، جسمه كله مليان كدمات وجروح من هجمات الوحوش الكهربائية. الاحباط بيبدأ يتسرب لقلبه، بيكلم نفسه بألم، بيقول انه كل ما يحس انه خلاص وصل وخطى خطوة ناحية حلمه بيلاقي الدنيا بتدفنه بتوقعه بترميه للقاع من تاني. شعور الظلم والقهر كان مسيطر عليه لدرجة ان عيونه كانت بتلمع بالدموع اللي بتحاول تنزل. كان حاسس ان كل العقبات اللي بيتخطاها بتطلع له من تاني عقبات اصعب منها بكتير. وبيكون يوليوس جنب ويل بيسأله بتعجب اذا كان بيبكي، لكن ويل بيضحك وبيفتكر روستي وبيقسم قدام نفسه وقدام العالم انه هيوصل للقمة. بيعرفهم انه مش مهم هيتزق ويقع كام مرة، مش مهم هيحاولوا يدوسوا عليه ازاي، هو دايما هيقوم وهيحفر طريقه للصعود مهما كلف الثمن. ويقف في النهاية بجانب إلفاريا. وبعيدا عن القاعة بنشوف زيو زعيم فصيل الرعد وهو ماشي في الممرات مع المساعد بتاعه جيلفورد بيكون مستغرب جدا من تصرف زيو في القاعة، بيسأله بفضول واضح عن السبب اللي خلاه ما يختارش ويل سيرفورد. جيلفورد بيفهمه انه كان متأكد ان زيو هيختار ويل لان ويل بيعكس بالظبط نوعية الناس المقاتلين اللي زيو بيختارهم وبيفضلهم. زيو بيبتسم ابتسامة مليانة مكر وحكمة في نفس الوقت. بيفهم جيلفورد انه فعلا معجب بويل، لكنه بيقول له انه لما يشوف محارب بيبدأ من الصفر، محارب ملوش اي قيمة ولا اي موهبة في عيون الناس، ويضطر انه يحفر طريقه بضوافره من القاع المظلم عشان يوصل للنور. فالمحارب ده بيكون اقوى واصلب بكتير جدا يا ابني من اي حد اتولد وفي بقه معلقة من ذهب. بعد كده بنشوف بطلنا ويل وهو في قمة الاحباط واليأس، قاعد مش عارف يبدأ منين ولا يعمل ايه. وبيجي اصدقائه وبيطلبوا منه يتمرن معاهم، لكن فجأة وبدون اي مقدمات الباب بيتفتح بقوة، بيدخل شخص محدش كان يتوقعه. في اللحظة دي الشخص اللي بيدخل هو يوليوس. يا جماعة يوليوس بيدخل بكل ثقة وغرور، بيوجه كلامه لويل وبيبلغه ان من اللحظة دي هيتدرب معاه هو وبس ومحدش غيره. او بيفهمه كمان بنبرة مليانة كبرياء انه بيعتبره دلوقتي فرد من فريقه الخاص. الكلام ده بينزل على ويل زي السحر، ويل اللي كان حاسس ان العالم كله ضده، مفيش حد معترف، عينه بتدمع من الفرحة والتأثر ومش بيقدر
يقدر يمسك نفسه من العياط، لانه اخيرا لقى حد بيمدله ايده، حد عنده استعداد يساعده في عز ضعفه. لكن الحقيقه يا صديقي ان النوايا مش دايما بتكون بيضة، لاننا بنعرف اللي بيدور في عقل يوليوس، وبنكتشف ان دوافعه كانت انانيه. يوليوس بيفكر انه يستغل ويل كاداه قويه لتحقيق اهدافه. هو عارف كويس ان ويل هو صديق الطفوله المقرب جدا لإلفاريا قائده فصيل الجليد، وعشان كده بيخطط يستخدم ويل عشان يكسب ود الفصيل ده ويستعيد شرفه ومكانته اللي اتهزت. بعدين بنشوف الاتنين بينتقلوا للطابق الاول في البرج، وتحديدا للمكان المعزول واللي اسمه حقول العزله، عشان يبداوا التدريب الفعلي بعيدا عن العيون. يوليوس بيبدا يشرح لويل الخطه اللي هيمشوا عليها، وهو انه يتعلم ازاي يتحكم في طاقته السحريه بشكل دقيق ومرعب، وانه لازم يقلل الناتج السحري لنسبه 1% او حتى 0.1% عشان يقدر يضرب الوحوش ضربه مؤثره من غير ما يدمره بالكامل. عشان يطبق الكلام ده عملي، يوليوس بيستخدم سحره وبيستدعي حراس من الطيور الجليديه الضعيفه اللي اسمها فريدجيردنز، وبيأمر ويل انه يبدا يقاتل الطيور، لكن الشرط الاساسي انه يحافظ على طاقه الويز بتاعته مقيده ومحبوسه لاطول فتره ممكنه. هو بيقاتل يوليوس بيشرح له ان العمليه دي صعبه جدا واشبه بصناعه السحر من الصفر، وانه لو قدر يعمل كده السحر هيتحفز في جسمه، هيبقى ملكه هو بشكل كامل مع مرور الوقت، ويقدر يتحكم فيه ببراعه. وساعتها يا عم ويل مفيش حد هيقدر يقف قدامك. ومن وسط الدخان بتظهر شخصيه غامضه، امراه ملامحها هاديه بس حضورها مرعب، بتبص للسحرة الثلاثه بنظره استهزاء وبتقول لهم ببرود تام ان الاكاديميه المفروض تكون علمتهم انهم ما يستخدموش السحر في التفاهات دي وامور قذره زي دي. بتعرفهم بنفسهم، بتقول ان اسمها سردوين، وبتبتسم ابتسامه مرعبه. وبس كده يا صديقي، هنا هتصل لك الحلقه الجديده واللي هنعرف فيها مين الشخصيه دي، وهل هتساعد يوليوس ولا لا، او انمي تاني هيظهر لك اكيد هيعجبك لو ما كانتش الحلقه نزلت. جرب تشوفه يمكن يعجبك. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.